وبتبدأ قصتنا مع الأمير جنهان واللي صعبان عليه أهل المملكة بعد الحرب الطاحنة اللي تعرضوا لها مع مملكة شينج واللي تقريبا أبادت نص الشعب. وفي نفس الوقت بتجيله رسالة من أخوه الملك وبتأمره بالاستسلام، فبيرجع بالجنود من تاني القصر الملكي، وهناك بيعرف إن أخوه جات له رسالة وبتأمره مملكة تشينج عشان يوقف الحرب إن يقطع علاقته خالص بمملكة اسمها مينج، بالإضافة إن هم كمان هياخدوا أخوه رهينة، وده لأن هو اللي هيورث العرش من بعده. وقتها بتزعل والدة الملك لأنه فشل الملك هيضيع أخوه الصغير، حتى الملك هو كمان بيكون زعلان لأنه للأسف هيسلم أخوه كرهينة، بس جنهان بيدعمه وبيقول له إن الغلطة مش غلطته، وقال له إنه هيضحي بنفسه عشان المملكة تعيش. فالملك قبل ما يودع أخوه أمره إنه يخلي باله من نفسه ويرجع له تاني حي مهما كانت الظروف. فجنهان قال له تحت أمرك جلالتك، فطلب منه يقول له يا أخويا زي ما كان بيناديه هو صغير. وفي النهاية ودعوا بعض هما الاتنين منهارين من العياط. ودي زوجة الملك وقاعدة مع أخوها واللي شغال برضه وزير الحربية، وبيطلب منها إنها تخلف في أسرع وقت عشان ابنها يورث العرش من بعد أبوه ويسيطروا على المملكة. وقبل ما يسلم جنهان نفسه طلب من مستشار المملكة والمعلم بتاعه إنه يخلي باله من أخوه الملك لحد ما يرجع. وبيخرج الأمير جنهان وسط دموع الشعب لأنهم بيحبوه، وده لأنه شخصية طيبة. وأثناء ما في الطريق للمملكة اللي أسرته وشافهم بيضربوا الأسرى فاتجنن ونزل بسرعة يدافع عنهم. والمفاجأة إنه لما راح هناك كان طول الوقت مقضيها مع الملك لعبة اسمها لعبة البادوك زي الشطرنج عندنا كده. وبدأ كمان يكلم الملك إنه يخفض قيمة الفدية بتاعة الأسرة، وبالفعل الملك سمع كلامه. وتمر السنين ونخلف زوجة الملك وتجيب لهم ولي العهد عشان يورث العرش من بعد أبوه، ومن بعدهم كمان بشوية سنين يفرجوا عن الأمير جنهان وبيطير من السعادة إنه هيرجع لأخوه من تاني. بس المفاجأة إنه لما بيوصل بيرفض الحرس يدخلوه القصر الملكي، وده لأن الملك اتعصب أول ما عرف إنه راجع محمل بالهدايا، ومن ضمن الهدايا بعض أسرى الحرب. وبدأ كمان وزير الحربية يلعب في دماغ أخوه وبدأ يفهمه إنه ممكن يكون جاسوس، وعشان كده الملك رفض يدخله القصر لحد ما الليل دخل عليه وهو واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل ولا راضي ياكل ولا يشرب لحد ما يقابل جلالته، لحد ما في النهايه سمح له يدخل. ولسه هيطمن جنهان عليه وهو بيقول له يا اخي، فتعصب عليه وهو بيقول لاخوك مين ده؟ انا الملك. وخرج جنهان من عند الملك وهو مستغرب ازاي كان عايزه يرجع حي، ودلوقتي اول ما شافه ما كانش طايقه وما يعرفش ان في جوز تعبين قاعدين له بالمرصاد وعايزين يدمروا علاقته باخوه. هو بيعرف كمان من عمه ان وزير الحربيه طلب من الملك ان ابنه يكون ولي العهد من بعده، ولما الملك رفض واتضايق بدأ يقلب الدنيا عليه وبدأ يطلع عليه انه جاسوس. وقتها جنهان اتضايق وعرف سبب تغير اخوه معاه، فراح له تاني يوم عشان يوضح له سوء الفهم، بس اخوه اتعصب عليه اكتر وقال له مش عايز اشوف وشك تاني، وامره كمان يخرج بره القصر. وقتها بيشوف وزير الحربيه هو خارج مكسور، فبيبعت رجالته كمان عشان يخلصوا عليه، بس هو فهمهم وقدر يهرب منهم وساب لهم الدنيا خالص، وراح قعد مع الحارس بتاعه وسط الغابات. واثناء ما هو مريح ومخنوق بيسمع صوت ناس بتتخانق، فشاف ناس بتلعب اللعبه اللي بيحبها وهي لعبه البادوك، فراح لهم بسرعه عشان يتفرج عليهم. وهناك بيتفاجئ بشاب مرمطهم كلهم ومحدش بيقدر يكسبه، والغريبه ان اللي بيكسبوا ما بيلعبوش تاني لانه ما بيحبش الملل. ولما سالوه عن السبب فقال لهم ان مفيش حد يقدر يكسبه الا الامير جنهان، وامنيه حياته انه يلعب ضده وما يعرفش انه واقف بيتفرج عليهم. وقتها كل الناس بدأت تشتم فيه بعد انتشار اشاعته انه جاسوس. وقتها اتخنق وكان هيسيب لهم المكان ويمشي لحد ما لقى المحترف بيدافع عنه وهو بيقول لهم اما انتوا اشكال زباله، بقى الراجل اتاخد رهينه عشان يحميكم واتمرمط واتبهدل عشانكم، فنهايته يكون جاسوس. فتأثر جدا بكلامه بعد ما لقى اخيرا حد ينصره. وبعد ما مشي الشاب سألهم عن اسمه، بس طلع ان محدش يعرفه لان قال لهم ان محدش هيعرف اسمه اللي هيكسبه، وطبعا لحد دلوقتي محدش كسبه، فمحدش يعرف اسمه ولا يعرف عايش فين. فاتضايق جدا وطلع بسرعه وراه عشان يلحقه لحد ما في النهايه قدر يلحقه في السوق. ولسه هيقول له حقق لك امنيتك بيسمعوا صوت خناقه، وبنعرف ان يو كلب وزير الحربيه بيضرب عشيقه من عشيقات الملك واسمها هونج، وبيسالها اذا كان الامير جين جالها، بس هي قالت له انها ما شافتوش ولسه هيضربها، فتدخل الشاب وضربه. وفي نفس الوقت يظهر الامير فكلهم انحنوا له، فالشاب اتصدم لما عرفوا ان الامير. اما يو كلب وزير الحربيه اتخنق جدا من الشاب اللي ضربه وقال لرجالته يجيبوه له. ولما بيدخل الامير بيت هونج بيعرف من الحارس سانج ان يو اخو هونج، فبيزعل جدا الامير على اللي عمله في اخته في الشارع، وبدل ما يحميها بيقل كرامتها قدام الناس. ولما دخلت له هونج سالها عن محترف البادوك فقالت له انه اضطر يمشي، فاتضايق وسالها عن اسمه فاعتذرت ورفضت تقول له لحد ما تستاذنه، ففكروا حبيبها فقالت له لا ده منقذي لان هو اللي دفع لها الفديه لما كانت اسيره في الحرب. وبيعرف منها ان الشاب بيلعب لعبه البادوك عشان يساعد اسرى الحرب بدفع الفديه ليهم، فتأثر الامير اكتر بشخصيته وحس انه شخصيه مش عاديه. والمفاجاه ان لاعب البادوك طلع بنوته جميله واسمها سو ومتخفيه كشاب لانها بنت مستشار الملك، وبنعرف كمان انها معجبه جدا بالامير من قبل ما حتى تشوفه، وعشان كده رفضت الجواز تماما. وحتى لما جالها هكيم ابن وزير الحربيه عشان يتقدم لها رفضت انها تتجوزه، وقالت له بكل جرأه مش هتجوز حد ما يقدرش يغلبني في لعبه البادوك، وسابته وقامت وهي مخنوقه منه ومش طايقاه. ولما راحت تاني يوم تغير هدومها كالعاده عند هونج، وقتها شافوها رجاله يو وراحوا وراها عشان يضربوها، فاول ما شافتهم حواليها اترعبت لحد ما بيوصل الامير
واول ما شافته روحها رجعت لها ولسه يا دوبك بيطمن عليه. واحد من رجاله يو كان عايز يموتها بس دافع عنها الامير وخد الضربه هو، وبعدها طار لما عرف ان الامير هو اللي انضرب. اما هي فكانت مرعوبه عليه، ولان الامير ما يعرفش انها بنت فقال له ما تسترجل شويه، في ايه ده احنا رجاله. وبعد ما عالجوا جرح الامير دخلت هي عشان تطمن عليه، طلب منها يلعبوا دور بادوك، فقالت له بس انا ما بلعبش الا على رهان. ولما سالها عن الرهان فقالت له عرفك بعد ما افوز عليك. فقال لها ماشي يا ستي، طب شد ايدي بقى. بس هي سابته ومشيت لانها طريه وممكن يكشفها، واثناء ما هما بيلعبوا اللعبه لمس ايديها فتوترت اول ما لمسها لدرجه انه حس بتوترها. وفي نفس الوقت المطره تنزل فبيفرح الامير جدا وهو بيقول اخيرا مونجو، وده لانه مسمى المطر مونجو ولانها فازت عليه في اللعبه بس بفرق خطوه واحده. فقالت له دلوقتي انا عرفت انا هاخد منك ايه، وخلته يوقع لها على ورقه اللعبه وطلبت منه يكتب لها مونجو الاسم اللي بيحبه. فقال له يعني مش هتقول لي برضه اسمك الحقيقي؟ ماشي يا سيدي. وكتب لها مونجو وهي طايره من السعاده، وقال له كمان من النهارده انت مونجو بتاعي. وقال لها طب بما انك كسبتيني يا ترى بقى هتمل مني زي الباقي ولا ايه؟ فقالت له لا طبعا مستحيل. فقال لها طب لما المونجو ينزل تاني هنتقابل هنا. فقالت له عيونه وهي طايره من السعاده، واول ما خرج طلعت تبص عليه وهي طايره من السعاده ومش مصدقه نفسها انه كان قاعد معاها وبيلعب معاها كمان. حتى الامير هو كمان كان طالع مبسوط وحس انه انسان طيب وقلبه كبير. وبعد ما مشي كمان حست ان قلبها بيدق بسرعه. فهونج قالت لها ده الحب يا جميل، ده انا دخلت عليكم بالاكل ما حسيتيش بيا. واثناء ما الامير رجع بالليل ظهر له يون وطلب منه السماح اللي رجالته عملوه من غير ما يعرف. فقال له مش انا اللي تطلب منه السماح، روح استسمح الشاب اللي كنت هتضربوه هو واختك، ولما يسامحوك انا هسامحك. فالحارس بتاعه قال له ده كذاب وكل اللي حصل بترتيبه هو. فقال له ما انا عارف بس مش قادر يواجهه لان وزير الحربيه في ظهره والملك ما بيسمعش الا هو. وتاني يوم بيجي له خبر استدعاء من القصر، وده لان الملك تعب جدا والمرض اللي عنده زاد، فخاف جدا على اخوه راح يطمن عليه. وفي نفس الوقت ام الملك وزوجة الملك واقفين هما الاتنين قدام الباب زي ناير ونقير لان الملك رفض يدخلهم، وكل واحده فيهم عايزه تدخل عشان مصلحتها لانهم هما الاتنين بيتمنوا موته. لحد ما بيوصل جنهان وبيسمح له يدخل. وقتها كان الملك متعصب جدا من شده مرضه وللاسف بيطلع غضبه على الخادمه بتاعته. وقال له الملك وهو زعلان على حاله الكل واقف بره مستنيني اموت، عايزاني اموت عشان انت تاخد مكاني، حتى زوجتي عايزاني اموت بس بعد ما اخلي ابننا ولي العهد مكاني. وقال له يا ترى انت كمان عايزني اموت ولا اعيش؟ ولان جنهام فعلا بيحبه فقال له بتمنى تعيش ومحدش ياخد مكانك ابدا. بس للاسف اخوه برضه ما صدقوش. ولما وزير الحربيه حس بس ان علاقته باخوه ممكن تكون كويسه بعد ما سمح له هو الوحيد اللي يدخل له، دخل على الملك على طول عشان يشعل الدنيا بينهم تاني وطلب منه يعين ابن ولي العهد، وخصوصا ان في احتماليه حرب جايه. فتوتر الملك وخاف من الحرب وامر المستشار بتاعه انه يبعت لهم جاسوس عشان يتاكد، بالرغم من المستشار حذره انه يعمل كده وده لانه كان في يوم من الايام المعلم بتاعه، بس هو امره ينفذ بامر ملكي. وهو ده الجاسوس اللي هيبعتوه اسمه تشو. وفي يوم من الايام كان معلم لسو وعارف حكايتها، وبتاخده وبتروح لبيت هونج، وهناك بتكتشف ان هم بيحبوا بعض لان هونج كانت مجهزه له المحمر والمشمر فسابتهم على راحتهم وخرجت. وقتها شافت الامير جنهام ماشي قدامها ومن فرحتها انها شافته اخيرا فضلت ماشيه وراه لحد ما اتفاجئت انه بيقابل وزراء وكان من بينهم عمه كمان، وطلبوا منه ينقلب على اخوه بسبب ظروفه الصحيه واللي بيستغلها حاليا وزير الحربيه وعايزه يعين الطفل ولي العهد، ووقتها هو اللي يدير المملكه. وقالوا له كلهم ان هم يدعموه لان المملكه بتروح في داهيه. بس فاجئهم كلهم برده وقال لهم لو معايا سيف دلوقتي لأقطع رقابكم كلكم بما فيهم انت يا عمي. انتوا عايزين نخون اخويا؟ انا اساسا مش عايز الحكم ولا يلزمنا العرش في حاجه، وهفضل جنب اخويا لاخر لحظه في حياتي. وقتها سمعت كل حاجه واتفاجئت برده، ولما جه يرجع فضلت ماشيه وراه لحد ما وقعت وحس بيها. وقتها فكروا معاهم وقالت له انا حتى ما اعرفش هم مين، انا شفتك وجيت وراك لحد ما لقيت نفسي هنا. بس هو طبعا ما صدقوش في الاول لانه في النهايه ده راجل، فراجل هيمشي ورا راجل ليه؟ فقالت له انا عملت اللي المفروض الاصحاب يعملوه. فالامير عشان يصالحوا خدوا يعالجوا وقلعها الجزمه غصب عنها وحط لها رجلها في الميه. وقتها صوتت من بروده الميه فقال لها ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ فهربت منه بسرعه وقالت له ما انت بتعمل كده لما بتتفاجئ. فعدت عليه وقعد يعتذر له وطلب منه ينسى كل اللي حصل واللي سمعه. اما هي فقعدت تتنهد واعجابها بيه يزيد، وخصوصا لما عرفت منه قد ايه بيحب شعبه. وتاني يوم سو بتقابل صاحبتها هونج وهي بتستنى نزول المطر عشان تقابل حبيب القلب. فهونج قالت لها لازم تعرفيه الحقيقه وتقول انك بنت. فقالت لها اقول له في الوقت المناسب. وصاحب كيم كان عايز يلعب بادوك مع الشاب المحترف وفضلوا يدوروا عليه لحد ما وصلوا له. والمفاجاه اول ما وصلوا هناك كيم اول ما شافها عرفها لانه الوحيد اللي دخل بيتهم وقعد معاها، فمرضاش يروح مع صاحبه وسابه ومشي وراح هو عشان يلعبها. واثناء ما بيلعب معها الدنيا مطرت فوشها نور وهي بتقول مونجو، فخسرت نفسها وسابتهم وطلعت تجري. ووصلت عند هونج وهي طايره من السعاده وزعلت جدا لما عرفت انه ما جاش.
لانها فكرت انه نسي الموعد لحد ما لقته جاي لها في عز المطره، فوشها رجع نور من تاني. بس للاسف ما لحقتش تفرح لان كيم جه وراها، فاول ما شافته اتوترت. لا ومش بس كده، ده كيم زودها اكتر وفهم الامير ان هم يعرفوا بعض. ولما عرف من الامير ان هم جايين يلعبوا بادوك اترجى انه يسيبوه له النهارده، وده لانهم متفقين من فتره يلعبوا مع بعض. فتعصب الامير ان كيم يعرفه وهو لحد دلوقتي ما يعرفوش، وبعدها بتفاجئه وبتعتذر له كمان. فاتضايق اكتر وقال له همرمطك المره الجايه. وبعد ما سابهم كانت هتنادى عليه بس وقفها كيم وهو بيقول لها تسكتي ولا اقول له على كل حاجه، فاضطرت تسكت على عينيها. ولما دخلوا جوه مع بعض ما كانتش طايقاه وكانت عايزه تولع فيه، بالرغم انه عمل كده بس لانه خايف عليها، لانه لو شخصيتها اتفضحت هتروح في داهيه، وخصوصا انها بنت كبير المستشارين عند الملك، وهددها انها لو ما وقفتش اللي بتعمله هيفضحها عند ابوها. وقتها بدات تكرهه اكتر واكتر لانه بكده هيحرمها انها تساعد الاسرى، وهيحرمها كمان تشوف حبيب القلب، لدرجه انها انهارت من العياط لانها بكده مش هتقدر تشوفه تاني. اما هو فرجع متعصب لانه وافق بكل سهوله يلعب مع كيم، وبدا يشك انه مخبي حاجه. ولما ساله سانجا عن سبب ضيقته قوي كده وانه لاعب يعني زي اي لاعب، فقال له لا ده واحد وثق فيا في وقت الدنيا كلها كانت بتطعني في ظهري. وتاني يوم لما قابل كيم سأله عنه، فكيم حب يقطعها معاه خالص وقالوا ان هما ما لعبوش امبارح لانه حصلت له ظروف وساب البلد خالص ومش هيقدر يرجع دلوقتي خالص. فزعل جدا الامير جنهان، واثناء ما هو قاعد مع الملك تجيله رساله بان مملكه شينج بدات تحشد قواتها على حدودهم، وده لانهم كسروا معاهده السلام اللي كانت بينهم بعد ما ارسل لهم جاسوس. وطلع من الاول ما كانش فيه حرب ولا حاجه، ولما يونو عرف اسم الجاسوس قال لهم انه يعرفه كويس جدا وانه كان بيقابل الامير جنهان في بيت اخته هونج. اما الملك فجمع رجالته عشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي، وطلب منهم يقابلوا رسول تشينج عشان يفهموا ايه اللي حصل. وهناك قال لهم ان اللي حصل ده خيانه، وقال لهم كمان ان هم خلعوا عين الجاسوس عشان يقول لهم مين اللي بعته، بس برضه ما قال لهمش. فالمستشار زعل عشانه لان هو اللي بعته، وقال لهم كمان ان الحاجه الوحيده اللي هتهدي الوضع انهم يعرفوا مين اللي بعته. وقتها كان الوزير فرحان لانه بقى متاكد انه جنهان، وقال لهم بكل عنجهيه في المجلس اللي عقدوه ان جنهان هو اللي بعت الجاسوس وما يعرفش ان الملك هو اللي امر بارساله. وقتها الملك كان زعلان انه ما سمحش نصيحة المستشار. اما المستشار عشان يحل المشكلة وما يدخلش المملكة في حرب تانية قالوا انه هيروح للملك بنفسه ويقول له ان هو اللي بعت الجاسوس. فالملك زعل جدا عشانه لانه مضطر يوافق عشان يوقف الحرب. وراح المستشار يودع بنته قبل ما يسلم نفسه، وعشان ما يلاقيهاش عليه قال لها انه رايح مهمة، لحد ما بيوصل جنهان واللي اول ما عرف بالقصة جاله بسرعة. فسوء اول ما شافته اتدرت منه لانه لحد دلوقتي ما يعرفش انها بنت المستشار. وخد المستشار ودخلوا جوه، وقتها قعد يترجى جنهان انه يروح مكانه، وده لانه بيعز المستشار لان المعلم بتاعه، وفي نفس الوقت عارف انه اطيب شخصيه موجوده حواليه في القصر الملكي كله، ولان المستشار برضه بيخاف عليه. فقال له كفايه عليك اشاعه انك جاسوس، ووضح له كمان الامر اكتر وقال له ان هو نفذ اوامر الملك لما قال له ابعت جاسوس فبعت، وعشان كده هو اللي لازم يروح. فزعل جدا جنهان عشانه. وفي نفس الوقت سمعتهم سو عرفت القصه فودعت ابوها بالدموع بعد ما عرفت انه هيسلم نفسه وهو مظلوم، وده كله بس عشان يغطي على فشل الملك. اما جنهان فخرج من عنده والدنيا كلها سودا في وشه. وتاني يوم كان زعلان عشانه في اخر لحظاته في المملكه، ساب المدينه خالص وخرج لانه مخنوق، وفضل يجري على حصانه في وسط الغابات لانه للاسف ما قدرش يعمل له حاجه. اما وزير الحربيه فاتجنن اول ما عرف ان المستشار هو اللي شالها، وطلع على الملك على طول عشان يبخ سمه وقال له ان جنهان هو اللي بعت الجاسوس. فالملك ضحك في وسط حزنه على المستشار وتعصب عليه وهو بيقول له كبير المستشارين ضحى بنفسه عشان يغطي على كل الجرايم، ولان وزير الحربيه تعبان فقال له ضحى بنفسه عشان يخدعك، وقال له اكيد رايح يتفق دلوقتي مع ملك تشينج عشان يقلبوها عليك ويخلوا جنهان هو الملك. فالملك لهبل صدق على طول وطلب منه يعتقل كل اللي يعرف الامير جنهان واللي يعرف بقصة الجاسوس. وكانت أول واحدة يقبضوا عليها كانت هونج. وقتها خادمة سو سمعت اللي حصل وعرفت إن هما بيقبضوا على كل محترفين البادوك، فراحت بسرعة عشان تقول لسو. أما يوفا قاعد يعذب في أخته في كل محترفين البادوك عشان يقولوا له على الشاب اللي محدش يعرف اسمه، ومع كل أنواع التعذيب رفضت هونج تتكلم. وأول ما عرفت سو إن هما بيعذبوا الناس عشان يلاقوها زعلت جدا عشانهم، فرحت لهم لحد عندهم عشان تسلم نفسها. فكيم أول ما شافها خاف عليها وحاول يقنعها إنها ترجع، بس هي أصرت تدخل تقابل وزير الحربية لأنها مفكرة إن بكلامها هتقدر تقنعه. ولما قابلت الوزير العجل قالت له ان الامير اساسا ما يعرفش تشول جاسوس، فازاي هو اللي بعته، واللي بيقول غير كده كذاب، ومع ذلك ولا كلامها دخل في دماغه بربع جنيه، وطلب منهم يقبضوا عليه. وفي نفس اللحظة بيوصل جنهان وطلب من الحرس يسيبوه، وبعد ما اطمن على صاحبه طلب من الوزير ما يعذبش الناس وقال انا كله قدامك اسألني في اللي نفسك فيه. فقال له اهدى عليا بس دورك جاي هجمع لك بس الأدلة. فطلب منه هو متعصب انه يوقف المحاكمة لحد ما يقابل الملك، وقبل ما يمشي قال لصاحبه ما تقلقش واطمن خالص هرجع وانقذك، وراح بسرعة للملك. فالملك اول ما شافه اتعصب ومسك له السيف وقال له كان المفروض قتلتك من ساعة ما رجعت من عند الأغراب سليم قبل ما تفكر تخني وتنقلب عليا بالاتفاق مع كبير المستشارين. فجنهان قال له هو متعصب ده انت اللي بعت الجاسوس بنفسك، وازاي تشوه سمعة الراجل اللي اتحمل مسؤولية
المسؤوليه مكانك. فالملك اتجنن اكتر لدرجه انه فكر يقتل اخوه. فجين قعد يعيط وهو بيترجى انه يفوق، بس الملك اتجنن فعليا وخلاص هيقتله، لحد ما جين دافع عن نفسه وزقه. وبعد ما جين اتعصب وجاب اخره معاه، ومهما يقنعه مش قادر يقتنع، فكان هيموته. ولما الملك خاف ووقع قال له اقسم لك بالله عمري ما فكرت اخونك. فقال له ما انت خنتني برفعك السيف عليا. فرمى السيف بسرعه وانحنى له من تاني وهو منهار من العياط، وهو بيقول له اعمل لك ايه عشان ارضيك وتصدقني. وبدل ما يعفو عنه لهبل ويتاكد ان اخوه عمره ما هيخونه، لا قال له اعترف انك جاسوس وانتحر يا فرحه امك بيك. فجنهان قال له مش هقدر انتحر، وعايز موت يكون على ايدك عشان تطمن وترتاح. ومع ذلك قرر يموته فعلا لحد ما بيجيله الانتقام الالهي ويقع على الارض وهو بيفرفر. ومع ذلك جنهان حاول ينقذه، بس هو كان خلاص بيفرفر، وطلب منه قبل ما يموت ان ابنه يكون ولي العهد من بعده. وقتها كانت الخادمه موجوده وسمعت الوصيه، بس هو ما اهتمش بالوصيه واهتم باخوه. وبعد جاب له الدكاتره واللي اكدوا برضه انه توفى. وقتها سو كانت مرميه في السجن وبتواسي صاحبتها هونج اللي ماتت من الضرب، وبتقول لها ان الامير هيجي ينقذهم. اما الامير وقتها كان مصدوم لانه شك ان اخوه الملك مات مسموم، ولما بلغ عمه الكلام ده فقال له دي فرصتك عشان تمسك الحكم من بعده، لان ده لو ما حصلش هتداس بالجزم. فقال له انا لها وهكون الملك، وخصوصا اول ما شاف الوزير واقف يبرق له. وبدا من هنا الامير جنهان يحبك قصته. وبعد ما دفن الملك اللي راح في داهيه قال للعيله المالكه انه سمع وصيه الملك بنفسه، واللي اوصى ان جنهان يكون الملك. بس طبعا وزير الحربيه هاج وما صدقش كلامه، لان منين الملك ما كانش طايقه وكانوا بيحاكموه بتهمه الخيانه، ومنين اوصى يكون هو الملك، وطلب منه يقدم دليل. فجاب لهم الخادمه اللي سمعت الوصيه واللي قالت نفس كلامه، وده لانه رتب معاها من قبلها. فوزير الحربيه اتجنن اكتر لان حس ان العرش بيطير من تحت ايديه، وعشان ياكد خيانته قدام العيله المالكه كلها طلب من يون يخلي محترف البدوك يعترف بالعافيه ان الامير جنهان جاسوس. وقتها كيم خاف على سو وقال لابوه سيب لي الموضوع انا هخلولك يعترف، وايدها وكانه هيعذبها عشان تعترف. بس بعد ما الحرس طلعوا فهمها اللي حصل وقال لها ان الملك مات وانها لازم تعترف ان الامير جاسوس، ده لو عايزه تخرج على رجليها لان ابوه مش هيرحمها. بالاضافه كمان ان هم يعرفوا حقيقتها، بس هي برضه رفضت تشهد زور على الامير، ولان الكل حاطط عينه عليها فزور اعترافها هو. وتاني يوم خد الوزير الاعتراف وخلاهم يقبضوا عليه بتهمه الخيانه. فاتصدم اول ما عرف ان صاحبه شهد عليه، ومع ذلك الامير كان اذكى منه وقال انا عندي حد بقى يشهد ان الاعتراف كان مزور. وفي نفس اللحظه يظهر يول الكلب بتاعه واللي قال لهم ان وزير الحربيه امره يزور الاعتراف على جنهان، ولما هو رفض اتفق ابنه مع محترف البدوك وخد منه الاعتراف المزيف. في الوقت ده الدنيا اتقلبت عليه واتقبض عليه هو بتهمه الخيانه، وطلع ان يون خانه لانه سمع انه بيقول عنه قبل كده انه كلب صيد، وان في اي وقت هيتخلص منه ما يخلص مهمته. فباعه هو قبل ما يخلص منه، وبعدها بيروح له جنهان وقال له لو اعترفت بخيانتك وترجتني عشان اسامحك مش هعدمك وهنبدا صفحه جديده. فلسه هيشتموا ويقولوا انت خاين، فشقوا بالسيف نصين. ومن هنا بيتحول الامير لشخصيه تانية خالص، شخصية ما عندهاش رحمة لأي حد بيقف في طريقه، وخصوصا بعد ما اتأكد إن أخوه مات مسموم. وكانت البداية بعد ما تم تنصيبه كملك رسمي، خد ابن أخوه من والدته وأمرها إنها تترهبن في المعبد، ولو فكرت تقرب من القصر تاني مش هشوف ابنها. أما كيب ابن وزير الحربية فنفى بره البلد، وبعد ما خلص على كل الخونة اللي حواليه راح بالليل في صمت لصاحبه، وللحد دلوقتي ما يعرفش إنها بنت. واول ما فاقت حست انه كان موجود لحد ما بيروح لها فعليا بس كملك. وقتها كانت متأيدة هي وهونج وقعدت تبص له هي مستغربه لانه بيتعامل معاها كانه واحد غريب، وبيطلب منه يون يحكم عليهم لانهم خانوه امره مع وزير الحربيه. بس هي وقفت وقالت له ان الكلام ده كذب وانها اساسا ما ادتلهمش اي شهاده. فبكل قسوه قعدوها تاني وقال لها بكل قسوه انتوا دلوقتي مجرمين واتأمرتوا مع شويه خونه وقريب جدا هنحكم عليكم. وقبل ما يمشي ندهت عليه وترجته ما يموتش هونج لان ملهاش ذنب في حاجه، وقالت له هي حزينه ده الطلب الاخير للمونج بتاعك. فقال لها انا خلاص ما بقتش راجل عادي، الكلام ده كان زمان، انا دلوقتي الملك والملك ملوش اصحاب. وقتها الدنيا كلها بدأت تلف بيها لانها شافت قدامها واحد تاني خالص غير اللي عاشت تحب فيه، وحكم عليهم كمان ب100 جلده و3 سنين سجن اشغال شقه. واثناء الاعمال الشاقه بتموت هونج، وقتها بتتصدم سو وبتنهار من الحزن عليها، وغطوها في الطريق بكل قسوه وسابها ومشيوا. فقررت سو انها تهرب منهم لحد ما وصلت على حافة نهر، وقبل ما بتهرب بيضربوها بالسيف، ولأنها نزلت من منحدر عالي فالحرس فكروها ماتت فسابوها ومشيوا. ولكن المفاجأة إنها كانت لسه عايشة، وتوعدت له إنها هتعيش وترجع له من تاني عشان تدوقه من ألم الخيانة من أقرب حد وثق فيه ودم الأبرياء اللي موتهم وراحوا هدر. وبيقدروا 3 من الخدم بتاع أبوها بيلاقوها وينقذوها، وبتفضل مستخبية عندهم لمدة 3 سنين، وبتفضل تمارس هوايتها المفضلة، وكمان بتبقى قاعدة عند واحد من أكبر الوزراء وهو الوزير لي واللي كان صديق باباها، وبتكون قاعدة ومستريحة وجواسسها في كل حتة في القصر الملكي، وبيبعتوا لها كل تحركات الملك والعيلة المالكة. وشام بتحكي لها إن الملك بقى طاغية بمعنى الكلمة، وعلى رأي المثل قال يا فرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يلمني.
وهو فعلا ما كانش حد عارف يقف قصاده. ده حتى مرات الامبراطوره السابقه ام ولي العهد لما شافها بتدعي ان الامبراطور جينهو بيحبها امنه فيها القصر تاني. حتى الملكه الام ما عادش لها سيطره عليه، والوحيده اللي بقى بيروح عندها هي سيده البلاط الملكي الست دونج، واللي هي نفسها الخدامه الحقيره اللي شهدت مع الامير جيهو عشان يبقى امبراطور، ومن وقتها وهو شايل لها الجميله ومخليها ست القصر كله وبيروح يسهر عندها. اما بقى الجاسوس التاني اللي هو هيوك فبيبلغها ان مش الامبراطور جيهو بس اللي بقى طاغيه، ده كمان عمه اللي بقى رئيس الوزراء بقى اسوأ منه، وكانهم عيله لما بيمسكوا السلطه بيتحولوا. وبنعرف ان السلطه بقت في ايد 3 اشخاص بعد الامبراطور، وهو عمه رئيس الوزراء بارك، والسيد العظيم هوان، وبالمناسبه دي يبقى حمى الامبراطور السابق وجد ولي العهد الحالي، والتالت هو رئيس القضاة جون. عرفنا كده الدنيا ماشيه ازاي؟ تعالوا بقى نخش في قلب الاحداث اللي من هيله بنيله. وخليني اقول لكم ان في نفس الوقت ده بيكون واحد من الوزراء بارع جدا في لعبه البادوك. معلش بقى قبل ما نكمل الاحداث، انا اسم اللعبه دي معصبني، احنا ممكن نسميها لعبه الشطرنج اسهل. المهم ان الوزير ده كان بيتواصل مع الوزير ليه، واللي كان بيديله افكار جديده للعبه الشطرنج، وطبعا ده بمساعده مونج. وعشان كده وزير الملك بيشكر جدا الوزير ليه، وبيطلب منه انه يخلي مونج ينزل المدينه ويدخل في مسابقه خاصه بلعبه الشطرنج. وبصراحه هي بتتبسط جدا وبتقرر فعلا تنزل المدينه. ونرجع بقى للامبراطور جيهو، واللي بقى خلقه في مناخيره وبيتعصب من اقل حاجه. يعني مثلا في شجره برقوق اخوه الملك السابق كان زرعها، والشجره دي بارت من ساعه ما اخوه مات، فكل يوم والتاني عين جنايني عشان يروي الشجره، ولما ما تطلعش لانها بايره اصلا يهزقوا ويطردوا من المدينه كلها. وحتى بالليل وهو بيلعب مع الوزير لعبه الشطرنج، والوزير من غير ما يقصد بيتكلم على ان كل ملك لازم يكون له وريث، فيقوم الملك متعصب ويقول له انت تقصد يعني ان انا ماليش وريث وان انا اخدت العرش من اخويا؟ وبيفضل الوزير يعتذر له وهو بيقول له يتقطع لساني جلالتك والله ما اقصد كده، وكمان ده المملكه كانت محتاجاك، اخوك الملك السابق ده كان عيل خصيه اصلا، لكن زي ما بيقولوا وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هينجدك. وهوب تصحى المملكه كلها على خبر قتل الوزير وبيرميه جنب النهر. حنين والله، حتى لما قتلوا رماه في حته هو بس ميه وخضره. وفي نفس اليوم ده بتكون مونج وصلت للمدينه، ما شاء الله الخير على قدوم الوردين، اللي بيقول لها بوس ايديكي، خدي ديلك في اسنانك واجري. الملك لما بيشوف حد من الماضي بيجيب رقبته، ما بالك بقى لو شافك انت اصلا اللي مفكرك ميته، فكده هيذبحك رسمي. بس هي بتكلمه بالثقه اللي في الدنيا كلها وتقول له ما تقلقش مش هعرفه عليا، والله منك لله يا بعيده، ده انت هتتكعبلي فيه وانت ماشيه في الشارع. المهم ان في الوقت ده رئيس الوزراء بارك بيجمع القلاطيش بتوعه وبيروحوا للملك كده في الاستباحه، وهم بيقولوا صباح الخير يا مملكه، معلش احنا كان عندنا قرار اعدام صغير، فيا ريت بس تمضي عليه بصباع رجلك الصغير ومالكش دعوه بالباقي. فبيسالهم ناويين تعدموا مين المره دي؟ يا جدعان خلاص المملكه قربت تفضى، الله يخرب بيوتكم هنحكم نفسنا بعد كده. فبيقولوا لا ولا حاجه، انت فاكر رئيس الوزراء السابق اللي انت قتلته الخاين وهنا فين ابنه؟ مدة النفي بتاعت ابنه خلصت والمفروض ان هو راجع، فهيرجع من هنا هنتهمه بالخيانة ونجيب رقبته هو كمان من هنا. فبيسألهم الملك طب هو خان طيب؟ عمل اي حاجة الواد؟ شتمنا حتى هو في المنفى؟ فبيقولوا له لا جلالتك، هو احنا لسه هنستنى؟ وكمان ابوه خاين يبقى اكيد هو كمان هيخون معروفة يعني. فقال لهم لما يرجع هاتهولي من قفاه وانا هتصرف. والعجلة بدأت تدور وشكل كل اللي كانوا منفيين راجعين في وقت واحد، والكل في عينه شرارة الانتقام من الملك. وطبعا ناس كتير بينصحوا الشاب ده واللي اسمه دون انه يهرب، لكنه بيرفض. وبعد كام يوم لما بيوصل المملكة الملك بيقول له قدام كل الوزراء بقول لك ايه يا ابني، انا عفيت عنك وكمان هخليك تشتغل في دار القضاء على الدرجة السادسة. انت عارف ده معناه ايه؟ يعني لو اجتهدت شوية هتبقى قاضي، يلا يا عم ورينا شطارتك. والكل وقتها بيبقى هيجيله جلطة من اللي الملك بيعمله، بس الملك بيقول له بشرط قدامك 3 شهور، لو ما خليتش شجرة البرقوق بتاعة الملك السابق تظهر هقطع رقبتك وعلقها على شجرة البرقوق. يخرب بيت شجرة عامله له هوس، طب ما يزرع واحدة تانية. وبعدها الملك بيقول لهم ان هو حاسس بالملل بعد موت الله يرحمه المغفور له الوزير اللي كان بيلعب معاه لعبة الشطرنج، قال يعني مش هو اللي قتله. المهم بيقول لهم انهم يعملوا مسابقة كبيرة ويجمعوا فيها كل الناس اللي بتلعب شطرنج، واحسن واحد هيلعب شطرنج هيبقى هو رفيق الملك وهيديله لقب عظيم. ومن كتر العظمه انا مش قادر اقوله بصراحه عشان هو كبير قوي. لا وكمان بيحذرهم ويقول لهم انا مش عايز اشوف اسم موظف حكومي موجود في المسابقه دي، والا هقطع رجلكم وايديكم، انا عايزهم كلهم من عامه الشعب. بس الكلام ده ما بيعجبش حد منهم، بس الملك بيطنش ويسيبهم ويقوم. لكن الموضوع ما بيقفش لحد هنا، لان الوزير بارك بيروح ورا الملك وبيقول له ليه يا ابني، ليه هنستنى 3 شهور على ما نقتله؟ ما احنا كده كده عارفين ان الشجره مش هتظهر ولا نيله، ما نقتله دلوقتي احسن. لكن الملك بيتعصب وبيطلب منه ما يتدخلش تاني في قراراته، وبيلمح له ان هو كان عارف ان الوزير اللي كان بيلعب معاه يبقى من رجاله عمه، وانه كان بينقل له اخبار الملك وعشان كده خلص منه. يعني الراجل طلع ما بيتلككلوش ولا حاجه، ده كان عايز يخلص منه فعلا.
فعلى طول الوزير بارك بيروح على بيت الملكه الام وبيفضل يندي بحظه ويقول لها عاجبك كده؟ ابنك ما عادش بيسمع كلامي، انت مربطيش كويس يا حاجه. وهي تفضل تقول له حقك عليا يا اخويا، عيل صغير وغلط. بصوا انا مش بتريق، هما بجد بيقولوا عليه كده. واول ما بتعرف بنتنا سول محترمه واللي هي نفسها شخصيه مونج بقصه المسابقه، فبتقول بس عليا وعلى اعدائي، انا لازم ادخل المسابقه دي باي طريقه. واصحابها يفضلوا يقولوا لها يا ستي يهديكي يرضيكي، احنا مش قلنا هنتجنب الملك؟ وهي راسها والف سيف، والله لازم اروح. وفعلا يوم المسابقه بتروح وما شاء الله عليها مفيش حد بيقدر يقف قصادها، لدرجه ان كان في واحد قريب موظف حكومي بيقوم من قدامها وهو بيعيط، وبيكون من ضمن الحكام موظف حكومي اسمه هوان، وده بيبقى الصديق الوحيد لدون، وبالمناسبه يبقى اخو الوزير جون. المهم ان الوزير هوان ده بيتعرف على سو لانه كان لاعب معاه قبل كده من 3 سنين، وخسرت نفسها قدامه عشان تروح تقابل جيهو، فبيطلب هوان يجري وراها شبه الفرخه الهربانه من الجزار. اصل ده مش شكل واحد بيجري معلش، وبيفكرها بنفسه وبيطلب منها يلعبوا سوا، لكنها بتوعده بعد ما تفوز في المسابقه هتلعب معاه تاني، وهي بتكون واثقه من نفسها جدا. فعلى طول بيروح يقابل صديقه دون ويحكي له كل حاجه، فطبعا بيفتكرها على طول وبيعرف ان هي سو وانها لسه ما ماتتش، فبيفرح جدا. وبالليل بيروح واحد من الوزراء لوكر المؤامرين واللي مسؤول عنه احقر شخصيه في القصه كلها هيوك، وده نفس الشخص اللي كان مساعد رئيس الوزراء السابق وغدر بيه، وحاليا عم الملك الوزير بارك عينه محافظ ل3 ولايات، وطبعا ده لانه بيستفاد من قذارته. المهم ان بالليل بتكون الملكه دونج مع الامير وبتقول له اسماء الاشخاص اللي وصلوا النهايات في المسابقه، وبيتصدم اول ما بيسمع اسم مونج، ما بيبقاش مصدق ان هو لسه عايش. واليوم اللي بعده في المسابقه دون بيصر انه يروح عشان يشوف سو يطمن عليها، وبيسالها ايه اللي رجعها تاني بعد ما نجت، لكنها ما بتقدرش تجاوب عليه. وبيدخلوا يكملوا المسابقه وبيبقى ما فيش غير عدد بسيط جدا، ومش عارفين مين اللي هيلعب قصاد مونج لانها خسرت كل الناس. لكن في الوقت ده بيوصل الملك بنفسه وبيشوفها وبيبقى مصدوم، ووقتها بيقرر ان اللي هيلعب قصادها هو دون، لان هو كمان شاطر جدا في اللعبه، بس برضه بيخسر قدامها. والملك بينزل بنفسه عشان يلم الاحجار ويشوف الخطوات اللي عملوها، وبيبدا يحلل طريقه اللعب بتاعت دون، بس مونج بتقاطعه وبتقول ان هو كان عايز يعمل خطوات تانية بس هي وقفته. وطبعا الوزراء بيفضلوا يقولوا له انت ازاي وقح كده، انت ازاي بتتكلم مع الملك كده، جزره وجضمها جحش. بس الملك بيقول له انه لازم يعاقبه على لسانه الطويل ده مع انه بيحب شخصيته كده. وبتروح للقصر الشرقي بتاع الملك واللي محدش بيقدر يدخله غير الملك، وهناك بيبدا الملك في مواجهتها وبيساله هو كان فين طول ال3 سنين اللي فاتوا، وليه هرب، وليه اصلا شهد شهاده زور وخان الملك جيهو. وبيسالها كمان لو كان رجعت عشان تنتقم منه وتخونه، لكن مونج بتبقى ذكيه وبتقول انها مستحيل تغدر بيه لانه صديقها الوحيد، وانها هنا بس عشان تفضل جنبه. في الوقت ده دون وصديقه هوان مستنيينها بره لانهم خايفين عليها، لحد ما بتيجي الملكه دونج وبتصمم انها تدخل لجناح الملك اللي محرم على اي حد يدخله، لانها بدات تحس بالغيره بعد ما عرفت ان مونج دخل الجناح. فبتفضل تقول لهم اشمعنى انا، ده انا حتى حلوه زي القمر. بس طبعا قائد الحرس بتاع الملك بيمنعها وبيفضل يقول لها ممنوع يا ست، يخرب بيتك انا كده هتعدم. وده اللي بيخليها تتضايق جدا من مونج. واول ما بيخرج مونج من الجناح دون وهوان بيشدوه بسرعه وبيطلعوا يجروا بيه بدل ما دونج كانت هتاكله بسنانها. بعدها بيدخل قائد الحرس وبنعرف ان الملك كان مكلفه يعرف كل خطوه عملها مونج طول ال3 سنين اللي فاتوا، بس ما بيقدرش يعرفوا معلومات كتير. فالملك بيبتسم ورغم خوفه ان مونج يخونه بس بيبقى مبسوط ان هو رجع تاني، وبيطلب من قائد الحرس يخلي الجنود يراقبوه. وما شاء الله عليهم، انا مش عايز اتكلم عن فطنه وذكاء الجنود اللي بيبقوا ماشيين وراه، ولا كانهم الحرس بتوعها، مش بيراقبوها خالص، وبيستنوها تدخل البيت وبيبصوا عليها من فوق السور وبيسيبوها ويمشوا كانهم بيقولوا له احنا بنراقبك. اما مونج مجرد ما بتدخل اوضتها بيغمى عليها من المواجهه القويه ما بينها وبين الملك، ولما بتفوق الخادمه بتاعتها بتقول لها يعني انت اغمى عليكي من مجرد حوار ما بينك وبينه، ما بالك بقى لما تاخدي خطوه انك تقتليه، ابوس ايدك ارجعي اللي في دماغك، الملك لو خد باله انك هتخونيه هيعمل من فخادك بانيه. لكن مونج ولا بتتردد، وكمان بتوعد هيوك انه قريب قوي مجرد ما بس ما الملك يرتاح لها هتخليه يقتله بنفسه. وده لان هيوك بيكره الملك لانه مفكر ان هو اللي غدر بيه وسلمه للملك روي عشان يخلع عينيه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف الملكه دونج وهي بتستغل ان الملك رايق كده على الصبح وبتقول له انا عندي طلب، فقال لها بحسن نيه اموري، فطلبت منه انها تدخل الجناح بتاعه. اشمعنى مونج يعني؟ لكن الملك بيقول لها ان ده المكان الوحيد اللي بيقدر يفكر فيه بهدوء، لكن هي بتستغل وعده اللي وعده لها قبل كده لما شهدت معاه، وقال لها انه لما هيكون الملك مش هيرفض لها طلب ابدا، وهي كل مره بتستغل الوعد ده. بس الملك بيبقى ذكي وبيوافق فعلا انها تدخل الجناح بتاعه، لكن بيقول لها لازم تمشي على القوانين وان محدش بيدخل الجناح ده غير لما بيكون شاطر في لعبه الشطرنج. يلا بقى وريني شطارتك، وورقه وقلم يا ست الكل وابداي اتدربي، ولما تبقي شاطره كده هبقى ادخلك. فقالت له بس انت عارف انا غبيه وما بفهمش في الحاجات دي. فقال لها دي مشكلتك مش مشكلتي، اتصرفي مع نفسك، وبيسيبها ويمشي. ولما بيخرج بيساله قائد الحرس الملكه دونج نكدت عليه ولا لا،
فبيحكي له الملك اللي حصل، وبيكون واضح ان هو اكتر شخص الملك بيثق فيه. بعدها بنشوف مونج وهي رايحه لدار القضاء وبتقابل صديقها دون، وبعد سلام وكلام وشدات ومشاحنات قالت له بقول لك ايه، انا هخون الملك، ما تيجي تخونه معايا. فبيتفاجئ شويه كده ويقول لها معلش سيبيني فتره بس افكر، مش عايزاني ادخل اجيب لك قلب الملك من جوه. المهم يعني بعدها بتروح تقعد مع الملك عشان يلعبوا شطرنج، ومونج اكتر شخص ما بتخافش من الملك، فبتقول انها هتعمل معاه تحدي، هيلعبوا شطرنج ولو هو كسب هيقرر مصيرها براحته، يعني لو عايز يقتلها يسلخها يسلقها يعمل فيها اللي هو عايزه، بس هي لو فازت هتطلب منه طلب ما يقدرش يرفضه. وطبعا كلنا عارفين ان مفيش حد بيقدر يتشرط على الملك، وفي النهايه الملك بيوافق وهو بيبتسم عادي والله. وبترجع مونج للبيت وبتحكي لهيوك وتقول له انها هتاخد كام يوم على ما تقدر تفوز على الملك، وبعدها تقدر تطلب منه اللي هي عايزاه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح هيوك وصديقه الخادم عشان ياخدوا فلوس الرهان من الحانه بتاعه تشول، وما شاء الله بيبقى مبلغ كبير نصه بس، ومش عايز حاجه من الدنيا، لدرجه ان البلطجيه اللي بيحرسوا الحانه بيتخانقوا معاهم عشان ما ياخدوش الفلوس، بس بيجي تشول وبيوقفهم وبيلمح كده على هيوك، بس ما بيعرفوش وبياخدوا الفلوس ويمشوا، بس بيكون فاهم ان هم تبع مونج وان دي كانت خطه منهم اصلا. وملحوظه صغيره كده، تشول القذر ده هو اللي بلغ عن هيوك للامير روي وخلاهم يعذبوه. وبيروح تشول اليوم اللي بعده يقابل رئيس الوزراء بارك، واللي بيقول له انه اقترح على الملك قرار ترقيته، بس عشان يترقى ويبقى في المجلس الملكي لازم يسيبه من وكر الامار بتاعه ده. وتشول بيقول له طبعا، بس كده من عيل الاثنين. وقتها بيسمعهم الوزير جون اللي بيقف مذهول، اللي مخلي رئيس الوزراء وعم الملك يبقى مصمم من وجود شخص قذر زي تشول ده في حياته. المهم ان القذر قصدي يعني تشول بيشوف دون، فبيبقى عايز يرخم عليه، بس دون بيسيبه يروح يلف من ورا المبنى، ومن حظه بيشوف مونج فبيقول له بلاش تمشي من الطريق ده عشان هتقابل تشول، وبياخده على طريق تاني وبياخدها عند شجره البرقوق، وهي بتطلب منه تاني انه يتعاون معاها، لكن هو بيقول لها ان الملك عفى عنه واداله وظيفه كويسه فاكيد مش هيخونه، وهي بتبقى لسه هتردح له وتقول له انت بتشتغلني يالا، انا عارفه انك اكتر واحد بتكره الملك ونفسك تعمل منه سماد للشجره دي. لكن بيجي وقتها الملك وبيقول لهم سماد اللي انت بتتكلموا في ايه، وبيقول له ممكن انت ازاي تيجي القصر من غير ما امرك، امشي يلا انكشع على المكتب. وبيبص لدون وهو بيقول له ركز لي انت بس في الشجره دي عشان لو ما فتحتش انا هزرعك جنبها، وبيسيبه يمشي. وبيروح الملك يتدرب على الرمايه والوزراء جنبه، وطبعا لانهم ما بيرضوش يشوفوا الراجل مرتاح البال ويسيبوه، فبيقولوا له والنبي يا عم الملك في الزياره الجايه وانت رايح تزور قبر اخوك يا ريت تقلل الحراسه، ويا ريت كمان ما تاخدش ناس كتير من العيله الحاكمه، نقول لك يا ريت تروح لوحدك. فقال لهم اقتراح من المهبب ده، فبيعرفون الدول المجاوره خايفين من الحراسه الكبيره اللي بياخدها معاه، وبيكونوا شاكين ان هو هيعمل حرب عليهم بس في الخفا. فقال لهم الملك هو انتوا شايفين ناظر مدرسه، انتوا بتستقبلوا يا جدعان، ده انا الملك، يعني المفروض يبقى حواليا حشد وحراسه كتير جدا، وكمان ده انا رايح للذكرى السنويه بتاعه الملك السابق، يعني لازم تبقى حفله كبيره. وبيقعد يزعق لهم وبيمسح بكرامتهم الارض عشان هم بصراحه يستاهلوا، وبيقول لهم يا ريت قبل ما تمشوا يا ريت ما تنسوش تلعبوا لكم شويه بالسهام، اهو منها تمرين بدل ما انتوا قاعدين بتلعبوا بالبيضه والحجر كده، جاتكم نيله. هو ما قالهمش جاتكم نيله، بس انا كنت عايز اقولها لهم بصراحه. بعدها رئيس الوزراء بارك بيقعد مع الوزير وهو بيقول المبعوث بتاع المملكه المجاوره جاي واحنا عايزين نكسب تعاطفهم، وعشان كده بيطلب منه يقترح على الملك انه يهدى عروسه للملك روي وهي بنت الملك السابق، وطبعا لانه ما بيقدرش يقول لا فبيوافق وبيروح يعرض الامر على بنته مرات الملك السابق اللي بتتضايق جدا من الخبر، وده لان الاميره لسه صغيره وده بيخليها تتعب جدا. فالخدم بيعرفوا اللي حصل والاخبار دي بتوصل للخادمه شان، وعلى طول بتبعت رساله لمونج وبتسيبها لها في العلبه اللي في حجر الشطرنج، والملكه السابقه بتستدعي مونج وبتقول لها ان هي عايزه تستعين بخبرته ويقول لها تتصرف ازاي لو الملك اخذ القرار ده، بس مونج بتقول لها انها هتقول لها كل حاجه لكن مفيش وقت ولازم يتصرفوا الاول عشان الملك ممكن يطب في اي لحظه. فبتخرج بسرعه الخادمه تدور على ولي العهد، وفي نفس اللحظه بتيجي الملكه الام وبتدخل عليهم وبتتعرف على مونج وبتقول له انها عرفت انه كاتم اسرار الملك وعشان كده عايزاه يتعاون معاها سكه ودغري كده، لكن مونج بترفض. وقبل ما الملكه تغضب عليها بيوصل الملك على اخر لحظه وبيسالهم متجمعين كده ليه، فالملكه الام بتطلع نفسها من الموضوع وبتقول والله يا ابني لسه داخله قبلك بدقيقتين ولقيتهم هما الاتنين قاعدين مع بعض كده، بس مونج بذكائها بتقول ان الملكه السابقه جابته عشان يعلم ولي العهد لعبه الشطرنج في السر لانها كانت خايفه تزعل الملك، فالملك عشان يقتنع ويصدقهم لانه ما بيثقش صوابع رجليه جاب ولي العهد وساله لو هو فعلا عايز يتعلم الشطرنج. ومونج بتبقى ذكيه وكانت بعت الخادم عشان تفهمه ايه اللي بيحصل، وفعلا ولي العهد بيقول له ايوه وان هو عايز يلعبها عشان الملك بيحب اللعبه دي وعشان لما يكبر يلعبها معاه. فالملك بيفرح جدا وبيخلي مونج تعلمه على الرغم ان هي المفروض ما تلعبش مع اي حد الا الملك يا اما بموافقته. وبعدها الملك بياخد مونج
مونج ويروح على القصر الشرقي، وبيسألها بكل صراحة لو كانت والدته عرضت عليه انه يشتغل لحسابها، فقالت له بكل صراحة ايوه، بس هي رفضت. فقال لها طب ازاي هتقدري تتجنبي غضب الملكة الام؟ بس مونج كانت اذكى منه وقالت له انها كل ما يحصل لها مشكلة هتجري عليه عشان ينقذها. ساعتها الملك بيرجع تاني لمشاعره القديمة من ناحيتها، وبيقول لها انه فعلا هينقذها في اي وقت هتجيله فيها لو عندها مشكلة مع اي حد. وبعدها بكام يوم بتروح مونج عشان تعلم ولي العهد، واللي بيجيب معاه اخته الاميرة وبيعرفها عليها. ولما بيروحوا لساحة القصر بيلاقوا مستنيهم دون، وولي العهد والاميرة بيبقوا عارفينه لان ابوهم كان صديق ابوهم الملك، وبيبقوا مبسوطين جدا انه رجع من نافي. وفي نفس هذا الوقت بيبقى الملك خلص المهام بتاعته وبيبقى عايز يروح يقابل مونج، بس الحارس بتاعه بيقول ان هو مع ولي العهد، فبيروح له وبيطلب من الحارس ما يجيش وراه. ومونج بقى بتروح تتكلم مع دون على انفراد، اللي بيقول لها انه موافق يبقى معاها لانه عايز يحميها من كل حاجه وينتقم كمان لابوه اللي مات قدامه. وساعتها بيقول لها انه لسه معجب بيها وبيحبها وبيحضنها على غفله، بس على غفله اكبر بيجي الملك من وراهم وبيتصدم، وهو بيسالهم ايه اللي بيحببوه ده، فبيتخضوا هما الاثنين. ودون بيقولوا ان هو كان مبسوط زياده عن اللزوم لما ولي العهد افتكروا، وعشان كده من الفرحه حضن مونج، ومونج صدق على كلامه. فالملك عدى الموضوع وطلب من دون ما يلمسش مونج تاني، وبعدين بيروحوا يلعبوا مع بعض، بس هو مش مصدق الكدبه اللي قالها دون، وبيساله تاني هو ليه دون حضنه. فمونج بتقول له ما اعرفش، ما تستجوب انت، انا مالي يا ليمبي. فالملك بيتعصب منها جدا وبيطلب منها تقوم تروح، لكن وهي في طريقها للبيت بيجي لها واحد من رجاله تشول وبيقول لها ان الوزير واو عايز يقابلها، بس هي ما بتصدقهمش. في الوقت ده بيكون تشول قاعد مع الوزير واو وبيقول له انه هيجيب له لاعب الشطرنج اللي بيلعب مع الملك لحد عنده، بس بيجي الراجل اللي تشول بعته لمونج وهو بيقول له انه ما رضيش يجي معاهم، وبيهددهم لو جم جنبه تاني هيعرف الملك. فالوزير واو بيضحك عليه وبيسيبه ويمشي، وده اللي بيضايق تشول جدا. وبالصدفه في اليوم اللي بعده بيكون في القصر وبيشوف مونج، وطبعا بيعرفه، وكمان لما بيسمع من الحارس ان هو ده لاعب الشطرنج اللي بيلعب مع الملك، فبيروح وراها تشول وبيهددها وبيبقى عايز يضربها كمان، لكن بيجي الملك على اخر لحظه وبيوقفوا عند حده. فتشول بيعمل فيها صايع ويقول له يا مولاي ده الشخص اللي خانك قبل كده وباعك لرئيس الوزراء السابق والمفروض ان هو اتقتل. فالملك بيقول له وانت شايف نعمه مثلا؟ ما انا عارف يا حيوان، ومش من حقك ابدا تعترض له تاني. وبياخد مونج ويمشي وبيدخل يقعد مع ولي العهد. وقتها ولي العهد بيطلب منه يروح معاه في الرحله اللي جايه عشان يزور قبر باباه، والملك بيوافق. اما بقى تشول فبيروح بسرعه على رئيس الوزراء وبيبلغه باللي عرفه، وان لاعب الشطرنج الجديد هو نفسه مونج. ورئيس الوزراء بيروح يحكي كل حاجه للملكه الام. واليوم اللي بعد دون بيقابل مونج وبيحكي لها ان رئيس الوزراء عارف حقيقتها وانها لازم تحافظ على نفسها اكتر من كده، بس هي ما كانتش قلقانه لان كده كده لازم الكل يعرفها. وبعدها بتروح تقابل ولي العهد وبتجهزه عشان الرحله اللي هيروح فيها مع الملك زيارة قبر والده. ويومها بيروح رئيس الوزراء البيت ولي العهد مخصوص عشان يتأكد ان مونج هي نفسها الشخص المفروض اللي كانوا مفكرينه ميت، بس سبحان الله ولي العهد الطفل بيهرش الحركة اصلا. وفعلا بيروحوا للمدينة اللي فيها قبر الملك، والجنود بالليل بيعملوا ساحات للقتال من انواع التسلية، يعني غريبة والله التسلية بتاعت زمان دي. وبيبقى ولي العهد متضايق لانه لسه صغير وعايز يعمل حاجة مختلفة ما ينساهاش بعد كده، وبتبقى مونج مش عارفة تعمل له ايه لحد ما بتلاقي 2 جنود بيتخانقوا بالعصا وكأنها سيوف. فولي العهد بيزق مونج عشان تدخل في القتال، واول كام هجمة مونج بيبقى كويس لحد ما المقاتل ده بيتغاب عليه وبيعوره، وكان لسه هيهجم عليه اكتر لكن بيجي الملك وبيوقفه وبيخرج مونج بره، وبيدخل هو يقاتل المقاتل ده وبيكسر عظمه. وبعدين بيقول لهم ان الالعاب دي عشان يتسلوا مش يأذوا بعض. لكن الملك لما بيلاقي مونج متعور بيتجنن وبيشيلها وبيجري بسرعه على القصر بتاعه، لكن بنكتشف ان المقاتل ده كان متفق اصلا مع تشول انه يقتل مونج، لكن بيروح يديله الفلوس وبيقول انه مش هيقدر يعمل كده لان وقتها الملك هيقتله. وبيحاول الملك انه ينضف لها الجرح بتاعها، بس هي بترفض، حتى بترفض ان الطبيب الملك يكشف عليها، لكن بترشي الطبيب واللي بيخرج يقول للملك انه كشف على الجرح بنفسه. وبعدها بيومين بينزل المطر، ودي بتكون كلمه السر اللي ما بينهم. والملك بيروح لها بسرعه وبيبص لمونج في عينيها وبيسالها لو هي معجبه بيه، فهي بتقول له ايوه، فبيقول لها ان هو كمان معجب بيها. وطبعا بتتفاجئ، وخصوصا انها لسه ما كشفتوش انها بنت. بس مش دي المفاجاه، لان كان في خادمه واقفه على باب القصر بتسمعهم. ولكم ما تتخيلوا بقى الاشاعه دي ازاي بتنتشر، ان الملك بيحب الرجاله. لكن الملك ما بيهتمش بأي إشاعات خالص، وبيفضل يقابل مونج عادي جدا، وكمان بيهتم بصحتها. لكن طبعا رئيس الوزراء بيستغل الفرصة دي وبيقرر ان هو يعمل عريضة بيطالب فيها الملك بنفي مونج من البلاد. وتاني يوم بالليل تشول بيعترض طريق دون، لكن لما بيشوف حراس الملك موجودين بيخاف، وبيفتكر انه لما اتعرض لمونج قبل كده الملك جابه وكان هيطير راسه وقال له ما يتعرضلوش مرة تانية، لا هو ولا اي حد غيره. وبيجي اليوم اللي بعده والخدم بيقولوا للملكة دونج ان الملكة الام عايزاها، لكن لما بتروح بتلاقيه رئيس الوزراء وكانها شافت عزرائيل، وبيقول لها ان هي ما عادلهاش لازمه
مناسبة بالنسبة له، لأن كل ده كانوا مفكرين إن هي على علاقة قوية بالملك وممكن تجيب ولي العهد بدل ابن الملك السابق، لكن عارفة إن الملك ميوله مختلفة خالص وإن كل ده كان ميعادها معاه بس عشان الوعد اللي وعده لها، وده بيخلي دونج تنهار وتكره مونج أكتر، وعشان كده بتروح تترجى الملك إنه يطردها من القصر، لكن هو بيرفض. وركزوا لأن إحنا هنعرف بعد كده هو عايزها ليه، وبيسألها إيه البديل بدل ما يطردها من القصر، فبتستغل الفرصة وبتطلب منه إن هم يكملوا مراسم الجواز وتحمل منه في ولي العهد، بس هو برضه بيرفض وبيقولها لا هيعمل ده ولا هيعمل ده. بس يا دوبك بيخرج من هنا وبيلاقي كل الوزراء مقدمين له عريضة بيطالبوا فيها بنفي مونج عشان الشائعات اللي حوالين الملك، بس هو بيرفض وبيتعصب كمان من كلامهم. وفي نفس الوقت ده بتكون مرات الملك السابق ولي العهد تعبت جدا، بس كان لازم تقوم لأن الملكة الأم بتطلبها، وبيكون موجود الملك ومامته بتضغط عليه هو كمان عشان يتجوز بدل الإشاعات الزفت اللي حواليه دي، بس هو بيطنش كل الكلام ده وبيروح يقعد مع مونج اللي بتقول ان هو لازم يسمع كلامهم عشان الاشاعات تهدى والشعب ما يكرهوش، بس الملك بيقول لها ان مستحيل الشعب بتاعه يكرهه، وعشان كده بيلبس لبس عادي وبينزلوا هما الاتنين يتمشوا وسط الشعب عشان يتاكد من الاشاعات، وفي الشارع بيجيب لها حلويات وبيقضي يوم لطيف. ولما بيشوفوا جد بيعلم حفيده لعبه الشطرنج بيروح يلعبوا مكانهم، لدرجه ان الراجل بيتضايق وبياخد حفيده وبيمشي، بس وسط الاجواء الجميله دي بيعدوا اتنين ستات لتاتين وبيتكلموا في اشاعه ان الامبراطور بتاعهم طلع الوان، فبيرجع الملك للقصر وهو متضايق جدا من الكلام ده. بس وقتها الملك بيحس ان في حاجه غريبه وان هو مش الوان ولا حاجه، بس مونج هو اللي غريب، عشان كده بيطلب من رئيس الحرس بتاعه ان هو يقرب منه ويحاول يحضنه. وقتها بيقول لنفسه مستحيل ده ناشف والتاني طري، ولما بيفهم رئيس الحرس اللي الملك بيعمله فبيقول له لا انت الملك على عيني وراسي، بس انا راجل قوي واعجبك ابعد عني، وبيسيبه يطلع يجري. وعشان كده الملك بيقرر يكمل مراسم الجوازه مع الملكه دونج، وفي اليوم ده مونج بتقعد لوحدها وبتشرب وبتنهار من العياط لما بتعرف بخبر جوازه، وبتكتشف اخيرا انها لسه فعلا بتحبه، ورغم كل اللي عمله فيها مش قادره تكرهه، ولان الملك ممشي وراها جنوده في كل حته عشان يحموها. فجاه الجنود بيجوا لرئيس الحرس وبيقولوا له ان مونج اختفى ومحدش عارف هو فين، ولسه هيقول لهم محدش يعرف الملك بيلاقي الملك واقف ورا الباب اصلا وبيقول لهم هو مين اللي اختفى معلش فهموني بس، فقالوا له ان مونج هو اللي اختفى، ويا دوبك بيسمع الخبر من هنا وبيتجنن. وفي نفس اللحظه دي بيدخل الموكب بتاع الملكه دونج وبيبقى الملك هيسيب كل حاجه ويطلع يجري يدور على مونج، لكن رئيس الحرس بيوقفه على اخر لحظه وهو بيقول له ابوس ايدك سمعتنا كرامه الشعب والنبي ادخل بيها بس وبعد كده احنا هندور لك عليه. وفعلا بيعقل وبيطلب من الموكب يدخل، فدونج بتحاول تغريه وهو اساسا مش بيبقى طايقها، ولما بيقرب منها بيتضايق وبيبعد عنها بسرعه، وهو بيقول لها ان عمره ما هيقدر يرغم نفسه عليها، وبيسيبها ويطلع يجري وبياخد وراه الجنود، وبيدور هو قبلهم على مونج لحد ما اخيرا بيلاقيها سكرانه ونايمه تحت شجره. فعلى طول الملك بيقول للجنود ما تعملوش صوت وبيشيلها على ظهره، ورئيس الحرس بيقول له ان في هنا قصر الملك السابق اللي هو اصلا بيبقى ابو سو، وفعلا الملك بياخدها على القصر، ولانها سكرانه بيقرر يغير لها هدومها على انها راجل زيه يعني، بس في اللحظه دي بيكتشف انها بنت وهي بتفوق وهو بيتصدم، على الرغم انه بيبقى فرحان انه طلع اخيرا بيحب واحده ست مش راجل، بس بيبقى متضايق انها خدعته وبيقول لها انه لازم يقتلها على خدعها للملك. وقتها مونج بتقرب منه وتبوسه، فالملك بينسى كل حاجه وبيفضل جنبها لحد ما بتنام. وقتها بيفتكر بعد ما جاله خبر انها نطت من فوق الشلال وازاي انهار وقتها، واصدر اوامر للجنود يدوروا عليها في كل مكان، وده خلاه وقتها يدخل في حالة اكتئاب. وفي الفجر بيسيبها ويخرج من البيت وبيأمر جنوده يفضلوا موجودين، بس طبعا ما بيقولهمش انها واحدة ست. وبتصحى مونج وبتدخل في كل ركن في بيت ابوها وهي بتفتكره، وبعدها بتخرج من البيت بتلاقي الجنود وبيمنعوها تخرج بأمر الملك، وهي فعلا بتروح على البيت وبتفضل موجودة جوه. اما بقى الملكة الام فبتبعت خدم من عندها عشان يجيبوا لها الملكة دونج ويذلوها ويخلوها تسيب جناح الملك، بس هي طبعا بترفض. وبعدها بيروح الملك لامه وبيطلب منها ملهاش اي علاقه بدونج، وانها رغم كل شيء الملكه بتاعته، وهو ده اللي بيخلي والدته تتجنن. وتاني يوم بالليل بيروح له عمه الملك بارك ويقول له ان الملك روي بعت له رساله وعايز يتجوز بنت الملك السابق، وكده هيدخلوا في مشاكل كتير. وطبعا كده هي بتقع على دماغ الملك واحده واحده. واليوم اللي بعده بيطلب من الوزراء هم اللي يروحوا يقابلوا المبعوث اللي جاي من عند الملك روي. اما مونج فبتطلب تقابل دون، ولما بيروح لها بتقول له ان هي خلاص قربت جدا من هدفها وان هم هيتخلصوا من الملك، لكن قبل كده لازم يضمنوا ان ولي العهد هو اللي هيمسك السلطه من بعده بدل ما ياخدها عمه الوزير، ويبقى كده ما عملناش حاجه. وفي اليوم اللي بيوصل فيه المبعوث رئيس الوزراء بارك بيصدر قرار بالقبض على مونج، وفعلا بيروحوا يقبضوا عليه. وفي نفس اليوم بالليل بيكون احتفال الملك بالمبعوث الملكي واللي بيكون علاقتهم ببعض قويه جدا، وبيطلب من الملك ان هو عايز يلعب مع لاعب الشطرنج الخاص بيه لانه سمع انه شاطر جدا. وقتها رئيس الوزراء عروه بيطق في رقبته وهو بيقول له معلش ده متهم بالخيانه العظمى، وبيطلع اشاعات على الملك، فاحنا قبضنا عليه ونفيناه بره البلاد.
ساعتها المبعوث بيهزقه وبيقولوا انت ازاي تتدخل. وقتها الملك بيهزق عمه، وخليني اقول لكم ان الملك بيبقى مرتب لكل ده اصلا عشان يعلم عمه الادب، لانه مجرد ما بيشاور لجنوده بيجيبوا له مونج وبيبقى لا اتنفى ولا حاجه. بس برضه رئيس الوزراء ما بيسكتش وبيقول للمبعوث الملكي ان حد بمكانته العظيمه لو لعب مع شخص متهم في قضايا وجرائم كده هينزل من مكانته، لكن المبعوث بيبقى شخص ذكي جدا وبيقول له انه هيلعب معاه، ولو كسبه هيسيبه للوزير يقرر مصيره، لكن المبعوث لو هو اللي كسب هو اللي هيقرر مصيره بنفسه، وفي الاغلب هياخده معاه لبلاده. وطبعا الاقتراح ده بيعجب الوزير جدا بس بيقلق الملك، لكن ما بيكونش قدامه حل، وفعلا بيخلي مونج يلعب مع المبعوث لحد ما في النهايه هما الاتنين بيتعادلوا، ودي ما بتحصلش غير كل 100 سنه مره، وعشان كده بيعفي عن مونج وبيرضاش ياخده معاه. وهو ده اللي بيخلي رئيس الوزراء كان هيولع في نفسه. وبعدها بيروح رئيس الوزراء بيتكلم مع الملكه الام عشان يشكي لها همه، وفي نفس الوقت بيقول لها ان هو لازم يكون اقوى من كده، وعشان كده قرر ان هو يتجوز من اخت الوزير جون عشان يكون عنده علاقات اقوى من كده. وفي نفس الوقت ده المبعوث بيقعد مع الملك وبيعرفه ان في حد بعت رساله للملك روي، وهو اللي اقترح عليه موضوع جوازه من بنت الملك السابق. واليوم اللي بعده فعلا كل الوزراء بيقولوا للملك ان هو لازم يوافق على موضوع الجواز ما عدا الوزير واو، واللي بيرفض ان حبيبته تتجوز من بلد اعدائهم، ولان حدوث اي مشكله ما بين البلدين ممكن يقتلوا الاميره. ولما الملك بيخرج من الاجتماع بيلاقي الاميره مستنياه وبترقع قدامه وبتترجاه انه ما يجوزهاش بره بلده، فالملك بيقول لها انه مش هيقدر انه يعترض على القرار ده لان اعتراضه معناها حرب، وبيعتذر لها وبيمشي. لكن مونج بيبقى لها راي تاني وبتتفق مع دون عليه. واليوم اللي بعده بتروح تقابل الاميره وولي العهد وبيظبطوا هم الاربعه خطه بس من ورا الملك، وعلى الرغم ان ولي العهد ما بقاش عايز يكذب على الملك بس بيوافق عشان خاطر اخته. وبالليل بيقعد الملك مع مونج وبيقول لها على الرغم ان هو الملك لكن دايما بيكون مجبر انه يعمل حاجات مش عايزها، وبيقول لها انه بيحبها وهيفضل يحبها. ولما بتروح بتحس انها مش قادره تكمل الخطه لكن بتضطر تكمل، والملكه الام بتبعت خادماتها وبيطردوا كل الخادمات الموجودين في قصر الاميره وما بيخلوش غير واحده بس. ومن حسن الحظ بتكون شان اللي بتبعت الاخبار اول باول لمونج. وبعد فتره بسيطه في قصر الاميره الخادمه بتقول لها ان المترجم بتاع المبعوث الملكي جاي يقدم لها هديه، وبيفهموا ان عايز يشوفها قبل ما ياخدها كعروسه، وده اللي بيخليها تتوتر جدا لانه ما ينفعش يشوفها. بس الاميره بتبقى ذكيه وبتلبس شان لبسها وبتقف هي كخادمه، وبيشوفها فعلا المترجم وبيقدم لها الهدايا. ولما بيخرج بنكتشف ان رئيس الوزراء بارك هو اللي بعته، لا وهو كمان اللي كان بعت الرساله للامير روي. وبعدها بتروح شان تزور اهلها وتزور مونج، وبنفهم خطتهم وهي ان مونج هتصفر شان على انها الاميره، اما الاميره الاصليه هتفضل هنا في بلادهم. وبيجي اليوم اللي هتسافر فيه الاميره وشان هي اللي بتاخد مكانها، وبيدخل ولي العهد يديها التحيه ويقول لها ان من هنا ورايح هي هتبقى زي اخته بالظبط. بعدها بتحط وشها على وشها وبتخرج للموكب، وبيودعها رئيس الوزراء واخوها ولي العهد وبتمشي مع الخدم بتوعها. لكن الخادمه بتاعت الملكه الام بتاخد بالها ان في خادمه ناقصه وبتدخل تشوفها في القصر، وبتكون لسه الاميره الاصليه بتحاول تخرج وبتكون لابسه لبس الخادمه. بس من حسن الحظ ان الخادمه بتاعت الملكه الام بتشوفها من ظهرها، والاميره بتجري والخادمه بتجري وراها لحد ما بتقدر الاميره تستخبى منها. لكن الخادمه بتقول اللي حصل ده للملكه الام وكان الموضوع ممكن يعدي عادي، بس من سوء الحظ بقى المره دي ان رئيس الوزراء بيبقى قاعد مع الملكه الام وبيسمع الكلام ده، وساعتها بيشك على طول ان اللي سافرت دي مش الاميره لانها ما شالتش الوشاح من على وشها خالص ولا ودعت اي حد. فعلى طول بيروح وراها بالحصان بتاعه هو وتشول، وفي اول استراحه ليهم بيبقى عايز يشوف وش الاميره بالعافيه لحد ما الوشاح بيقع من على وشها بالغلط، بس هي بتلف وشها الناحيه التانيه ساعتها. فبيجي المترجم وبيتخانق مع رئيس الوزراء وبياخد الوشاح وبيديه للاميره، وهو بيكون شافها قبل كده فعادي خالص. في نفس اليوم بالليل بيكون الملك قاعد مع مونج اللي بتكون مرعوبه لحاجه تحصل لحد ما بتعرف ان رئيس الوزراء موجود في القصر ومصمم يقابل الملك. ساعتها مونج بتوقف الملك وبتحكي له على كل حاجه لانها عارفه ان رئيس الوزراء راح واكتشف اللي حصل. بس الملك بيسالها لو رئيس الوزراء شاف وش شان الحقيقي، لكن هي بتقول له لا، بس هو عايز يعمل اي ذريعه عشان يتهم مونج ودون بالخيانه. وساعتها الملك بيغضب جدا وبيقول لها لو في حاجه تانية احكي لي بعد كده عشان اعرف اواجهه، لكنها بتقول له ان ده كل اللي حصل، وبيسالها هي ليه مصممه تكذب عليه وتختبر صبره وحبه ليها. فبتستغل الفرصة وبتقول له ان هو من حقها، والملك فعلا بيسكت وبيطلع يقابل عمه اللي بيحكي له على كل حاجة وهو متحمس وكأنه لقى فانوس العيد. بس الملك بيسأله سؤال واحد، وانت ايه اللي وداك وراها؟ وكمان هو انت شفت وشها؟ وبيقول له انت عارف اللي انت عملته ده معناه ايه؟ وانه لو وصل الامير روي ايه اللي ممكن يحصل؟ بمعنى اصح بيقلب الترابيزة على عمه وبيتهمه هو بالخيانة، وان كان تصرفه الغبي ده ممكن يخلي البلدين يقوموا على بعض وتقوم حرب، وبيحذره ان لو عمل حاجة تاني مش هيعتبر اصلا انه عمه وهيتهمه بالخيانة، وده اللي بيخليه متضايق جدا. والملك بيؤمر ان كل حاجه تبقى في السر ومحدش يعرف اي حاجه عن الخبر ده، وفعلا الخبر ما بيخرجش بره اوضه الاجتماعات.
بعدها بفترة بسيطة الملك بيجي برجالته وبياخد الأميرة واللي كانت قاعدة في بيت مونج، وكمان بيدي فلوس هدية للناس اللي ساعدوا الأميرة. أما ولي العهد فالملك بيروح له وبيلعب معاه شطرنج، وقتها ولي العهد بيعيط له وبيعتذر له انه كذب عليه، لكن الملك بيقول له انه مش زعلان منه، وده بيقوي العلاقه ما بينهم اكتر. اما بقى رئيس الوزراء فبيستدعي مونج وبيبدا يشككها في حب الملك ليها، وبيقول لها ان هو ما كانش عايز يعدمها بس الملك هو اللي اصر. فبتخرج من عنده وهي بتخبط في الناس من كتر الزعل، لكن بتاخد بالها ان جنود الملك حواليها، وفجأة بتلاقي الملك نفسه في وشها وبيسندها لانها كانت هتقع، وبيقعد معاها وبيحكي لها قد ايه هو كان بيحبها، وقال لها كمان انه ما حكمش عليها بالاعدام، بالعكس ده كان عايز يهربها، وكانه جالها في الوقت المناسب عشان يقتل الشك اللي زرعه في قلبها رئيس الوزراء. وبيقول لها ان المره الجايه عايز يقابلها لكن كواحده ست، وانه بيحبها بجد وعايز يتجوزها. في الوقت ده بتكون الملكة السابقة بتحتضر حرفيا من التعب، فعلى طول بتطلب من مونج يجيلها وبتقول لها هي مش عارفة هتعمل ايه عشان تحافظ على ابنها من وسط الوحوش اللي حواليهم. فمونج بتقول لها الحل الوحيد ان الملك يعينه كوارث للعرش الحقيقي من بعده. وبعدها فعلا الملكة بتقعد مع باباها وبتطلب منه يطلب من الملك انه يخلي ولي العهد هو وريث العرش. بعد كام يوم الملك بيقف وهو حيران وعمال بيفكر في مونج، وقتها الدنيا بتمطر وبيلاقي مونج جايه وبتقوله انها فعلا بتحبه وعايزه تكمل معاه، فبيحضنها. لكن الوقت ده بيبقى فيه مطر قوي جدا، وللاسف المطر ده بيحرق شجره الخوف بتاع الملك السابق، اللي هو مش عارف ازاي يعني مطر يحرق شجر. فالملك بيتضايق جدا وبيجتمع بالوزراء بتوعه وبيسالهم هم شايفين ايه في موضوع حرق الشجره ده، وده لانه يعتبر فال وحش على الملك الحالي، فبيحاولوا يواسوه، ولان المشاكل ما بتجيش لوحدها فرادى. كمان الملكه السابقه بتتعب جدا وحالتها بتسوء اكتر، وحتى الدكاتره بيقولوا لها انها مش هتعيش لفتره طويله. وساعتها بتطلب من باباها ان هو يفتح الملك انه يعين ولي العهد كوريث شرعي ليه، وباباها وسط الحزن ده كله طبعا بيوافق. اما بقى رئيس الوزراء بيروح يتكلم مع الوزير جون وبيطلب منه يتجوز اخته، وهو بيبتزه بشغل ما بينهم. فجون بيرجع البيت وهو متضايق، بس بيلاقي مونج ودول مستنيينه وبيقول لهم ان هم عندهم الحل ازاي يخرج من الكماشه اللي عاملها عليه رئيس الوزراء، وبيقولوا له ان الحل عندهم بس في المقابل يدعموا الوزير واو في رايه ان الملك يعين وريث ليه. وطبعا هو بيوافق كجزء من الخطه، وبيروح لرئيس الوزراء ويقول ان هو موافق على الجوازه. واليوم اللي بعده في الاجتماع الوزير واو بيرجع قدام الملك وبيطلب منه يعين وريث ليه، وفجاه بنلاقي ان نص الوزراء بيطلبوا نفس الطلب، وطبعا ده بيبقى عكس توقعات وخطة رئيس الوزراء اللي بيبقى هيتجنن في اللحظة دي. فبعدها بيروح الملك يقابل الملكة السابقة وبيسألها إذا كان ده اقتراح الوزير واو ولا كان اقتراحها هي، فقالت له أيوه وإن دي آخر أمنية ليها. فالملك بيعتذر لها عن إهمالها الفترة اللي فاتت وبيوعدها إنه هينفذ لها وعدها. حتى الملكة الأم بتستدعي الملك وبتحذره إنه ما يعملش كده، وساعتها بنفهم إن الملكة الأم تبقى أم الملك جيهو بس، لكن الملك السابق كان ابن المحظية يعني مش ابنها، عشان كده هي كانت بتكرهه ومش عايزة ابنه يمسك الحكم بعد جيهو. لكن الملك جيهو ما بيهتمش بكلام والدته وبيسيبها ويمشي، وكده بنعرف ان هو انقلب على والدته وانقلب كمان على عمه. وفي اليوم ده بالليل بتكون مونج مستنيه الملك في الجناح الشرقي، بس بيدخل رئيس الوزراء وهي بتستخبى وبيوقفوا رئيس الحرس وبيقول له انه ممنوع اي حد يدخل هنا. وبيجي الملك وبيتكلم مع عمه اللي بيتخانق معاه وبيزعله جامد، وبيقول له انه خلاه هو الملك بعد اخوه عشان يمسك الحكم وما ينفعش بعد كده ياخد الحكم منهم ويديه لحفيد الوزير واو. وده اللي بيخلي الملك يتعصب جدا وبيقول له ان في حاجات كتير هو كان عايز يعملها بعد موت اخوه وما قدرش وقتها، فلازم يرجع كل حاجه لاصلها تاني، وبيطرد عمه من القصر. وكل ده مونج سامعاهم وده بيخليها تخاف جدا من الملك. بعدها الملك فعلا بيعين ولي العهد كوريث ليه، وده اللي بيخلي الملكه السابقه تفرح جدا لدرجه ان هي بتموت وهي مرتاحه. اما مونج فخلاص بتكون كل احلامها اتحققت وبقى في وريث شرعي للبلاد بعد الملك. يعني دلوقتي لو قتلوا الملك البلد مش هتروح في ايد الوزير ولا حاجه، وعشان كده بتتفق مع هيوك على الميعاد اللي هيقتلوا فيه الملك، وبتروح للملك وبتقول له ان هي عايزه تقابله على انفراد في قصر الوزير كونج بالليل. فالمسكين بيفرح جدا وفعلا بيروح لها بالليل في الميعاد ده، وهي بيبقى نفسها انه ما يجيش، واول ما بتشوفه بتفضل تعيط وهو بيمسح لها دموعها وبيسالها زعلانه ليه، عشان انا جيت والمفروض ان خطتك هتتنفذ. وساعتها مونج بتتصدم وبتعرف انه كان عارف كل حاجه من الاول. وفي الوقت ده بيهجم عليه تشول من ظهره، لكن مونج بتتجنن وبتروح تقف قدامه وتفدي الملك وبتاخد هي السكينه في كتفها. فالملك بيتجنن عليها وبيطلب من الحرس يقبضوا على تشول اللي بيتصدم هو كمان، وبيطلب من الحرس يجيبوا الطبيب الملكي. وفعلا بيجي بس بيخلي الممرضه هي اللي تعالج الجرح. وساعتها رئيس الحرس بينبه ويحذر الدكتور انه ما يعرفش حد اللي حصل في القصر هنا، لكن الدكتور بيروح يركع قدام الملك ويعترف له ان في شخص يعرف مونج كويس ويعرف انها بنت وهو الوزير ليه. والملك فعلا بيستدعيه، وان وزير ليه بيعترف له بكل حاجه، وان هو اللي انقذ مونج وعاشت معاه طول ال3 سنين، وكمان كان عارف بخطتها من الاول وانها عايزه تختل الملك، لكن عمره ما تخيل ان بنت ضعيفه ورقيقه زي دي تعمل كده. بس هو فضل جنبها لانها زي بنته.
وقتها بيعرفوا انها البنت الوحيده للوزير كانج، وساعتها بينصدم الملك لانه طول عمره بيحب ابوها، لان ابوها يعتبر مات بسببه، وطول عمره بيحبه لانه كان المعلم بتاعه. فبيبعت الملك الجنود يجيبوا خدم مونج اللي هي سو عشان يقعدوا معاه ويخدموها. في الوقت ده بيقول رئيس الوزراء جاب اخره من الملك، وبيقول الملكه الام ان الملك لو فكر يغدر بيه هو يخلص عليه الاول. اما بقى فالملكه دونج فبتفضل تحرق لحد ما بتقدر توصل للممرضه اللي كانت مع الدكتور وبترشيها، والممرضه بتحكي لها كل حاجه وان مونج تبقى بنت. وده اللي بيكسر قلب دونج جدا لانها كانت بتحب الملك بجد. بعدها بفتره بسيطه بتفوق اخيرا مونج، والملك لما بيعرف الخبر بيطير من الفرحه وبيبقى يجري عليها، بس بيقف ويقول ان ده مش وقته، المهم نطمن عليها انها بخير. وفي نفس اليوم بالليل بيروح رئيس الوزراء للملك وبيقدم له عريضه تانية بيطالب فيها ان تشول يتعاقب بالاعدام لانه اخر واحد من اتباع الملك السابق، وكمان كان متهم بالخيانه للدوله. فالملك قال له سيبنا افكر في الموضوع. وبعد كام يوم بتقدر مونج اخيرا انها تقف على رجليها، فبتطلع تتمشى شويه. ساعتها بيجي لها الملك وبيعتذر لها وبيقول لها انه ما قدرش يجي لها اول ما فاقت لانه ما كانش عارف يحط عينه في عينيها، وانه اسف على كل حاجه عملها فيها، وبيحضنها وبيعتذر لها. فهي كمان بتقول له انها كان نفسها تنتقم منه بس ما قدرتش، وده لانها بتحبه جدا. وبعد ما بيدخلها ترتاح بيقول لها الخبر الصادم وبيعرفها ان باباها ما ماتش وانه لسه عايش، والملك محتفظ بيه في الدوله التانيه. ومش بس كده، ده على طول كان بيتواصل معاه وانه فضل يدور عليه لفتره طويله لان الوزير كونج كان بيجيله في كل احلامه وبيطمن على بنته سو. فبتطير من الفرحه وهي بتعرف الخادمه بتاعتها وبتفضل تعيط من كتر فرحتها. بعدها بيروح الملك نفسه لهيوك ويقول له انت قدامك حل من الاتنين، بس قبل ما اقولهم لك انا ما خنتكش، انا اتخنت واتغدر بيا زيك بالظبط، ودلوقتي يا سيبك تهرب وما يبقاش عليك عقوبه ولا تعرف تاخد حقك، يا اما هسلمك، بس هترفع دعوه تطالب فيها اننا نكشف عن الجاسوس اللي سلمك للدوله الثانيه. وطبعا هيوك بيوافق يسلم نفسه لانه فعلا عايز ينتقم من الشخص اللي كان السبب ان عينه تتخلع. وفعلا هيوك بيسلم نفسه والشرطه بتاخده. فمونج لما بتعرف بتزعل جدا، بس بتكون واثقه ان الملك في دماغه حاجه عايز يعملها. وبيطلب بعدها الملك من رئيس القضاء انه يفتح الملف القديم الخاص بهيوك. اما رئيس الوزراء فبيروح للملك وبيطلب منه اعدام هيوك في اسرع وقت، لكن الملك بيقول له كان نفسي والله يا عمي، بس انا قابض على تشول لانه هيفتح قضيه الخيانه من تاني. وساعتها رئيس الوزراء وشه بيجيب الوان حرفيا، وهنا بتتقلب الموازين لان الملك بعدها بيلاقي كل الوزراء بيترجوه انه ما يعملش المحاكمه دي عشان هتفتح ابواب كتير ويكتفي بس بموت هيوك. لكن الملك بيتصدم منهم وبيزعق لهم وهو بيقول لهم انه لازم يعمل المحاكمه دي. في الوقت ده ما بيكونش حد واقف في صفه غير رئيس القضاه والوزير جون واخوه بس. في الوقت ده بقى تشول بيفضل يستفز دون واللي ما بيقدرش يمسك نفسه، وخصوصا لما بيقول تشول ان رئيس الوزراء السابق كان خاين وده هينكشف لو الملك عمل المحاكمات دي. فدون بيمسكه من رقبته وبيخليه يعترف بالحقيقه، وبيعرف ان ابوه هو اللي زور شهاده مونج وانه فعلا كان خاين للبلد، وده بيخليه يحس بالذنب. واخيرا مونج بتقدر تقوم وبتروح على القصر وبيتقابل الملك اللي لما بيشوفها بيطلع كل مشاعر والحزن اللي جواه، وبيعرفها انه بقاله 3 سنين حاسس بالذنب انه اخذ العرش من اخوه، وانه متاكد ان اخوه مات مسموم وجه الوقت المناسب اللي يكشف فيه الحقيقه. فبتحضنه مونج وبتقول له انها هتفضل جنبه، ودون هو كمان بيقابلها وبيسالها ايه اللي حصل وهيوك هيكون مصيره ايه، ومن غير ما يقصد بيمسكها من كتفها. وقتها بتتوجع وبتحكي له على كل حاجه وان الملك كان مظلوم وان ابوه هو اللي ظلمه. وساعتها بيحس اكتر بالحزن وبيقول لها انه هيقف جنبها وجنب الملك. وفي نفس اليوم بالليل بتروح مونج واصحابها يزوروا هيوك وهو في السجن، وبيقول لهم انه افتكر حاجه مهمه جدا، وهي ان في خادم بيشتغل عند رئيس الوزراء قابل هيوك قبل كده. والغريب ان الخادم ده هو اللي اتعرف على هيوك، والشخص ده بيكون هو نفسه الجاسوس اللي بلغ عن هيوك، وخصوصا ان هو اللي اتعرف عليه. ومونج بتروح تقول الاخبار دي للملك، وعلى طول بيبعت رئيس الحرس يدور في بيت رئيس الوزراء على الخادم، بس رئيس الوزراء بيقول ان هو سافر لمده اسبوعين، كان على عيني والله بس هو مش موجود، وهو اصلا بيبقى مخبيه جوه. وبعدها بيديله فلوس ويقول له يهرب من البلد كلها، لكن حراس الملك بيشوفوه، وقبل ما يوصلوا له بيكون رئيس الوزراء بعت وراه واحد يقتله وبيخلص عليه، وللاسف ده بيكون الشاهد الوحيد. وعشان كده الملك بيتعصب جدا وبيستدعي رئيس الوزراء وهو بيقول له ان هو عنده ادله ضده وممكن يتهمه بالخيانه، وبيطلب من عمه يعترف بجرايمه افضل، وبيديله مهله لتاني يوم. ورئيس الوزراء بيوافق، ولما بيروح يطلب من تشول يضم دون لصفهم وفعلا بيروح يقابله، ودون بيوهمه ان هو يبقى في صفه. واليوم اللي بعده بيروح رئيس الوزراء للملك قدام رئيس القضاء والوزير ليه، وبيقول ان هو مش هيعترف باي حاجه لانه ما عملش حاجه، وانه اكتر حد مخلص ليه، وبيسيبه ويمشي. وده اللي بيضايق الملك جدا، وبيطلب رئيس القضاء ينصب محكمه في اسرع وقت عشان يحاكم رئيس الوزراء، وبيعرفهم انه كان عنده شاهد سري شايل الوقت عوزه، والشاهد ده هو الملكه دونج. بس رئيس الوزراء بيكون سابق بخطوه وبيروح يقابلها ويديها سم. في الاول بتكون مفكراه عايزها تسمم نفسها، بس هو بيطلب منها تسمم الملك
ودونج ما بيبقاش قدامها اي حل تاني لان رئيس الوزراء بيهددها. اي نعم هو اللي كان السبب في تسميم الملك السابق، بس هي اللي حطت السم، وبكده نعرف ان هما الاتنين مشتركين في الجريمه. وفعلا دونج بتحط السم على شفايفها وبتروح تقابل الملك بالليل اللي بيقول لها انه عايزها تشهد معاه ضد رئيس الوزراء، وهي بتوافق بس بتقول له عرض طلب واحد، وبتقرب منه وبتحاول تبوسه. لكن على اخر لحظه الملك بيرفض وبيقول لها انه اذاها كتير ومش عايز يديها مشاعر كدابه، ودي اخر حاجه هيطلبها منها، ولما تشهد هو هيخفف الحكم عليها. لكن في نفس اللحظه دونج بترجع دم من بقها وبنعرف ان هي اللي خدت السم، وبتعتذر للملك وبتقول له انها بتحبه جدا. وللاسف الطبيب ما بيلحقش يوصل لانها بتكون ماتت، وللاسف بيموت اخر شاهد واخر امل للملك في القضيه دي. فبيخرج من القصر وهو بالدم على هدومه وبيروح لقصر الملكه الام اللي بتتفاجئ من شكله، وهو بيسالها سؤال واحد: لو كان لها يد في موت اخوه الملك السابق او كانت تعرف ان عمه هو اللي سممه. بس ساعتها الملكه الام بتسكت وبتحاول تنفي التهم على نفسها، بس عينها بتبقى فتحاها وبتترجى الملك ما يحاكمش عمه لانه اكتر شخص بيدعمه حتى لو كان فاسد. لكن هو ولا بيهتم بكلامها وبيسيبها ويمشي. والملكه الام بتتعب جدا لما بتعرف ان الامور هتوصل لكده، وبيسيبهم الملك وبيروح يقعد مع مونج اللي بيتهون عليه. وبعدها بيجهزوا لجنازة الملكة دونج، والخدم بيلاقوا السم في غرفتها. ولما الملك بيخلي الطبيب يفحصه وبيعرف ان هو نفس السم اللي ماتت بيه واللي برضه مات بيه الملك السابق، وساعتها بيتأكد الملك ان عمه هو اللي عمل كده. وبعدها بكام يوم بنشوف تشول وهو كل الذهب والفضة وبيحاولوا يهربوا هو ورجالته من المدينة بالليل، بس في حد بيوقفهم. وبيجي يوم المحاكمة وبيروح رئيس الوزراء وهو كل ثقة في نفسه، حتى لما الملك بيقول له يخلع الزي الحكومي لان المفروض متهم، فبيرد عليه ويقول ان مفيش حد يقدر يتهمه وانه ما عملش اي حاجة، ولما يبقى يثبتوا التهم عليه ساعتها يبقى يخلع الزي. بس الملك بيتهمه بقتل الملك السابق وبقتل الملكة دونج بنفس السم، وكمان بيجيب له شاهد وبيكون هو نفسه تشول وبيشهد على كل حاجة، وحتى بيعترف بجرايمه وان هو اللي ساعد رئيس الوزراء عشان يعمل كل الفساد ده. وده لان اللي مسكه هو رئيس حرس الملك وهدده يا اما القتل يا اما يعترف وياخد عقوبة. وساعتها بيخلعوا رئيس الوزراء الزي بتاعه وبيفضلوا يعذبوا فيه من الصبح لحد بالليل باقصى انواع العذاب، لحد ما الملك بيعفو عنه وبيقول لهم كفايه عذاب لحد كده، وان هو مش محتاجه حتى يعترف لان الاعتراف هيخفف عنه الذنب، وهو عايز يعاقبه اشد عقوبه. وبعد كام يوم بيصدر الملك اخيرا قرارات الحكم، يعني هيوك بياخد 3 سنين وتشول بيتنفى بره البلاد، اما عمه فبيبقى متردد في الحكم عليه، لكن في النهايه بيحكم عليه بالموت بالسم، وبالفعل بيتنفذ الحكم. ولحد اخر لحظه بيبقى رئيس الوزراء متخيل ان هو برضه بطل، واخيرا بينتهي راس الفساد في الدوله. بس المشاكل ما بتنتهيش لان الملك روي بيبعت المبعوث بتاعه وبيقول له ان هو عايز لاعب الشطرنج الحريف وعايز يستضيفه عشان يلعب مع الملك روي، وده عشان يقوي العلاقه ما بين الدولتين. ووقتها الملك جيهو كان عايز يرفض الطلب بس برضه مش عايز يعمل مشاكل، لحد ما الخبر بيوصل لمونج. وقتها بتواجه الملك اللي بيقول لها ان عمره ما هيعمل كده ولا هيفرط فيها ولازم يشوف حل تاني، بس هي بتقول انها موافقه تسافر وكمان عشان تشوف باباها اللي بقالها اكتر من 3 سنين ما شافتوش. وفي وسط الاجواء دي كلها بتقدر الخادمه بتاعه الملكه الام تعرف من الممرضه ان مونج بنت، وده بيخلي الملكه الام تفرح جدا وبتجيب مونج لحد عندها وبتعرفها انها عرفت انها بنت، وكمان بتطلب منها تبقى الملكه الجديده عشان تجيب ولي العهد للملك جيهو. بس الملك بيجي لهم وبيحذر امه انها تقرب تاني من مونج وبياخدها ويمشي. وبعدها الملك بيقول لمونج تفكر اكتر في قرار السفر، وهي بتقول له انها موافقه وبتودع اصحابها. في الوقت ده الملك بيطلب من رئيس الحرس انه يفرج عن هيوك عشان يسافر معاهم ويحمي مونج، وفعلا بيفرج عنه. لكن هيوك بيقول لرئيس الحرس ان في حاجه عايز يعملها قبل ما يسيب المملكه ويمشي. فرئيس الحرس بيقول له انت لسه عايز تقتل تشول، بس دي على فكره جريمه، لكن بيقول له قدامك 3 ايام تخلص عليه وتيجي بسرعه. وفعلا هيوك بيروح للمكان اللي تشول منفي فيه وبيستفرد بيه فعلا وبيقتله، وبتتأيد القضيه ضد مجهول. ولما بتشوف مونج هيوك وهو مبسوط بتعرف ان هو حقق انتقامه اخيرا، وبتودع الملك وبتحضنه. واليوم اللي قبل ما تسافر بيبعت لها رئيس الحرس ومعاه فستان وبتلبسه مونج، وبتقضي اليوم ده مع الملك وهم بيتمشوا في اجواء لطيفه، لا وكمان بيلعبوا مع بعض شطرنج، والمره دي بتسيبه يكسبها وبتقول له اخيرا كسبتني، وقالت له كمان على اسمها الحقيقي واللي هو صو. اما هو فبيفضل يوصيها ما تبصش لعين الملك وهي بتلعب معاه عشان ما يتفتنش بيها، وبيطلب منها كل مرتين 3 كده تسيبه يكسب عشان ما يحسش بالملل. وبعدها بيحضنها وبيودعوا بعض وبيتسافر اليوم اللي بعده. وبيمروا 9 شهور والاجواء بتكون افضل في المملكه، والملك بيعاني الوزير ليه مكان عمه، وكل حاجه بتبقى تمام ما عدا شخص واحد وهو برضه وزير، لكن عارفين ان هو خاين بس مستنيين الوقت المناسب. وبعد 9 شهور بيجي المبعوث ومعاه الاميره كزياره لعيلتها، وطبعا احنا عارفين ان هي شان، وبتروح تقابل الملك اللي بيشكرها على كل اللي عملته. وبعد كده بيروح يقابل الاميره الحقيقيه واللي بتشكر عمها انه انقذها. اما بقى دون فهو ماشي بياخد باله من حد غريب في الشارع، وعلى طول بيروح لبيت مونج وبيسال الخدم وبيقول لهم ان هو عارف انها رجعت
رجعت، وفعلا بتطلع له وبتقول انها جايه زياره بسيطه بس عشان تطمن على احوال الناس اللي بتحبهم ومش عايزه حد يعرف. وخليني اقول لكم بقى ان الملك بيعمل اتفاقيه حلوه قوي مع المبعوث، وهو انه بيسلمه الخير اللي هو الوزير يعني، واللي طبعا بيفضل يصرخ ويقول للملك انه حتى لو خاين فحكومه بلده اولاله، لكن الملك بيقول له انه من ساعه ما خان البلد دي ما عادش واحد منها، وفي المقابل الملك هيطلق الاميره ويرجعها تاني، وبكده ترجع تاني لمركزها وشان ترجع لعيلتها، والحمد لله الصفقه بتتم بنجاح. اما مونج فبتجهز نفسها وفي طريقها للرجوع للمملكه التانيه، لكن فجاه في طريقها بتلاقي الملك قدامها وبيبقى عارف انها هنا زياره، وبيقعدوا يلعبوا مع بعض وبيقول لها انها وحشته جدا، وكمان ان هو خلاص اتفق مع الملك وانها مش هترجع للمملكه التانيه وهترجع معاه للقصر بتاعه لانه هيتجوزها وتكون الملكه ويعيشوا في تبات ونبات وتجيب له ولي العهد المنتظر. وبكده تخلص قصتنا على النهايه السعيده، واتمنى في النهايه تكون القصه عجبتكم، وانتظرونا في ملخصات جايه كتير ان شاء الله. ولو كنت وصلت لحد هنا فاكتب لي انك بطل، وخد قلبي يا عزيزي. سلام.